عندما يجتمع البشاميل عارف انت اللي هو احنا وصلنا للقاع جيد لنسقط مرة اخرى. مع علم الصيدلة، الراجل التمرجي مش راضي يدخلني للدكتور والناس بتتصور معايا بره. انت بتعمل ايه يعني؟ انت حلو قوي. بتاكل وبتكسب فلوس. فلوس بتأتي من حاجة واحدة، الندرة، ان انت ما يبقاش في منك كتير. يطلع لك في الاخر محمد حازم. ابص في المراية انا مش طايق نفسي فعلا، يعني الواحد يوصل لمرحلة هو كاره نفسه. اشتغلت معاهم سنة من غير فلوس، انا مش مصدق. ابويا بيقول لي انت بتاخد فلوس؟ اقول له اخد فلوس ايه؟ انا باكل ببلاش. يعني انت بتصرف على الشغل. ما هو انا مستمتع. القيمه حاجه والفلوس حاجه. انت ممكن تكون بتقدم قيمه عاليه جدا جدا جدا، ولكن القيمه دي على مستوى الفلوس مش جايبه همها. بتاخد فلوس ساعات من مطاعم عشان تقول فيهم كلام حلو. ازيك يا حازم؟ ما قلت بشاميل حرقت ليه حرقتها ليه؟ خلاص احنا بتوع البشاميل. لا انا موضوع البشاميل ده انا متابع كل الفيديوهات. يعني لا، انت خدت البشاميل في منطقة اخرى من الحياة. سبحان الله، ما كنتش بخطط لها خالص. يعني في بقى حد يقول لك اصل انا كنت عامل ولا كان في دماغي. انا قعدت سنه كامله بعمل مكرونه بشاميل هي بنفس الطريقه كل اسبوع. لدرجه كان بيجي لي كومنتات، الاقي مثلا حد بعت لي يقول لي انا نفسي اعرف انا ليه كل مره بتفرج عليها وانا عارف ان هي نفس النتيجه، بس بتفرج وانا مستمتع. كنتش بغير، هي لحمه مفرومه هي لحمه مفرومه كل مره نفس الحاجه. سبحان الله. ايوه، هو فعلا حوار غريب. وبعدين انت فعلا بتعمل كل مرة نفس البشاميل، بس صراحة دلوقتي بغير بقى مره سجق مره فراخ مره ما اعرفش ايه مره ايه، بننوع يعني. اوكي. بس انت القصة بدأت ازاي؟ يعني قصة ان انت بقى هنعمل بشاميل الخميس دي فيها قصة ورا الموضوع ولا هي جت فيها كده؟ قصه طبعا. انا حكيت القصه دي كتير. ان انا اصلا احنا كنا بنتقابل عند جدتي ماما يوم الخميس، وكنا عدد كبير انا وولاد خالي وقرايبنا وبتاع. فكان الاكله الرسميه هي يا اما مكرونه بالصلصه وفراخ بانيه، يا اما مكرونه بالبشاميل. كان عندها صينيه، انا فاكر صينيه كبيره قوي والله العظيم. صينية العيلة. يا اما مكرونه بشاميل وفراخ بانيه. فانا متعود ان انا يوم الخميس باكل مكرونه بشاميل، دي حاجه انا متعود عليها. فقلت ان انا حبيت ان انا اثبت الحاجه التراث العائلي ده للناس وهي بتتفرج عليا بس. فبس ما كنتش اعرف ان هو يعني اللي هو ايه، ان دي حاجه عائليه بالشكل ده هتبقى فايرال بالمنظر ده يعني. هيبقى العالم كله بياكل معانا بشاميل يوم الخميس. في ناس تبعت لي تقول لي والله كنا يعني بقينا بنطبخ الاكله دي يوم الخميس على اساس ان هي خلاص يعني ده هو ده الطبيعي اليوم يا التاريخي بتاع الاكله دي. مش هينفع ناكله في يوم تاني. انت عارف احنا وانا ببدأ البودكاست كنت بلا وعي كده كنت اقول لك مستر جون. يعني هو عمرو شريف الله يسامحه، يعني يقول لك مستر جون العاق، مع انه هو مش عاق يا جماعه، والله ده من اطيب انا الناس عايز اقول لك قعدنا كتير قوي عشان افهم الناس ان انا مش عاق والله. انا طيب جدا. بس هو ليه يعني؟ انا مش عارف بقى ايه اللي حصل، يعني ليه جت منين مستر جون العاق دي؟ هو كان بيقول لي عشان انا بتاخر عليه في المواعيد، وانا قلت له 100 مره، قلت له انا مواعيدي سيف اقسم بالله، بس كل ما غلاوتك زادت كل ما انا ما هو بص لازم في حاجه ملخبطه، احنا مش انبياء ايوه. واخد بالك. فانا علشان مواعيدي تفضل سيف لازم اميل على حبايبي شويه ايوه طبعا. بس. فقلت له انا يعني هبقى بقى بتاخر عليه بس. فهو بقى ايه، كل ما اتاخر يقول لي يا مستر جون العاق. مستر جون دي طبعا كانت حلقات عملناها مع بعض، أيوة. والعاق دي بقى كده هو ايه اضاف. لحد من الناس في واحده مره دخلت قالت له يعني بلهجه اللي هو انت ليه بتقول عليه عاق؟ ده واضح ان هو بيحب اهله جدا وشخص محترم وبتاع. حاسس ان انا اكيد. فابتدى يوضح بقى ده، ولا يا جماعه هو مش عاق عشان كده. بس ده معناه انت بتحبني يا كده يا حازم؟ انت طبعا انا اتاخرت عليك ولا ساعه اتاخرت النهارده. عليا كده؟ انا في قائمه الحبايب يعني. طبعا طبعا. طيب انا يعني الصراحه الحلقه من كتر ما انا كنت متحمس لها مش عارف نبدا منين. احنا بدانا كده اتكلمنا عن البشاميل اوكي ومستر جون العاق، اوكي. وحاسس ان احنا ممكن بقى حته مهنيه، حيث ان انا انت عارف بزنس وكارير كوتش، وبحب القصص اللي وراء التحول المهني. اوكي حلو. انت راجل خريج صيدله وجامعه المانيه وقصه كبيره جدا. النقله دي جت ازاي؟ يعني هل كانت بالسهوله اللي الناس شايفاها؟ انا سبت اللي انا درسته طول السنين ورحت اعمل حاجه بحبها وخلاص. الموضوع من الاول نابع من ان احنا لازم
لازم دي حاجه لازم تحصل من سن صغير جدا، ان انت آه، يعني تبقى موجه نفسك او عارف انت حابب ايه، او الاهل بقى هم يشوفوا ال الابن ده طالع حابب ايه او ايه الحاجه اللي بيحبها وينموها عنده. مم. تمام. لان انا بقول خلاص زمن فكره ان احنا كل حاجه بنفكر في كليات القمه وان انت لازم تطلع دكتور وان انت لازم تطلع مهندس وبتاع، خلاص بطل. مم. النهارده والله العظيم انا عشان انا بشتغل في الميديا، انا بشوف الشغل بقى اللي هو في الجرافيكس والشغل اللي في الميديا بشكل عام ده، ما شاء الله ارقام شباب بتاخد ارقام محترمه جدا طبعا. جدا. فانا ليه ازنق نفسي في حته؟ بص انا مقتنع ان الفلوس بتاتي من حاجه واحده، الندره. مم. ان انت ما يبقاش في منك كتير، ان لو في منك كتير انت هتخش في الخلاط. لو انت مميز قوي هتعمل فلوس كتير، لو انت مش مميز قوي هتفضل في الخلاط معاهم وما ترجعش بقى تزعل. مم. هي دي ودي كانت نقطه التحول على فكره، ودي اللي خلتني ان انا اسيب بقى كل حاجه. مم. انا كنت شغال في شركه ادويه، كنت مندوب. انا بجيب لك بقى من قصه من الاخرها. وانا فاكر والله في يوم كنت في عياده دكتور الناس بتتصور معايا، انا كنت بعمل الاتنين مع بعض في نفس الوقت. يعني انت بدأت كنت تعمل ده بدات جنب اعمل كونتنت مم. واشتغلت سنتين. يعني اول سنتين كنت بعمل فيهم كونتنت، كنت بشتغل مندوب. مم. فانا فاكر الراجل التمرجي مش راضي يدخلني للدكتور والناس بتتصور معايا بره. فحسيت اللي هو انت هنا في شخصين، مم. في محمد حازم واحد، وفي مندوب مبيعات في شركه ادويه. ده واحد من كام يا عمي؟ تعالى نقول من في كام حد بيعمل اللي انا بعمله؟ 100 ده واحد. الأكل اه سنة كام؟ الكلام ده كان 2021 مثلا. مم. اه 150 واحد. انما مم. انت هنا واحد من كام واحد؟ 400 500 الف واحد. مم. فاهم قصدي؟ ف بس انا خدت القرار ازاي، دي حته هنتطرق لها كتير قوي قوي قوي، مم. لان الموضوع ليه عوامل كتير قوي. انا دايما انا مش من مشجعي فكره الكارير شيفت اللي هو ايه، لا لا انا بحب كذا فاضرب عرض الحائط الوظيفه واضرب بتاع. ده كلام غير مسؤول. مم. هي الفكره كلها انت معاك ايه ومحتاج ايه. يعني انا مثلا لو واحد النهارده انا بصرف على بيت ومسؤول منه، ما ينفعش ان انا اقوم قايم مره واحده كده واقول انا هروح اجري ورا شغفي. لا، ما انت مش تلاقي تاكل. مم. تمام. انا يوم ما رميت ورا ظهري لان انا فعلا ما كانش عندي حاجه اخسرها بالمعنى الحرفي للكلمه. انا ما كانش عندي اي املاك زي ما بنقوله، ما عنديش شقه، ما عنديش عربيه. أه والدي الله يرحمه كتر الف خيره لحد مرحله الجامعه ما قصرش معايا تماما. وكنا فعلا بعد الجامعه واصلين لمرحله اللي هو خلاص لا انا قادر ولا هو قادر. مم. يعني خلاص. بسبب خلاص الماديات بقى خلاص ضغطت. مم. لا انا قادر اعمل لنفسي حاجه ولا هو قادر يعمل لي حاجه. ف... فانا عارف اللي هو ايه لما انا رميت بقى ورا ظهري. انا قاعد في بيت ابويا باكل وبشرب وبنام. عارف انت اللي هو احنا وصلنا للقاع جيد لن نسقط مره اخرى. هو ده اللي انا يعني هو ده اللي انا ساعتها عملت بيه. مم. انا ما عنديش مسؤوليات، مش حد مسؤول مني. ابويا عايش بس بيصرف على بيته مم. بس. فانا لو انا فضلت هنا انا هيجي لي اكتئاب وهيجرى لي حاجه، مش قادر خلاص. مم. ولو رحت هنا كنت ساعتها بدات ان انا شويه احرك الدنيا واطلع منها فلوس وما الى ذلك. فقلت انا عايز اخد التجربه والا هندم ندم بشع. لان انا حتى ما كنتش الناحيه التانية بعمل حاجه انا بحبها. يعني مش حاجه مثلا انا متقبلها، انا كنت بصحى كل يوم ابص في المرايه انا مش طايق نفسي. يعني الواحد يوصل لمرحله هو كاره نفسه. انا خلاص انا مش عايز استمر. انا كل يوم بيعدي عليا اسوأ من اللي قبله. والله العظيم كنت قاعد اقول يا رب انا عارف انها لها نهايه، بس امتى؟ يعني انا منتظر فرجك. وانا لما دخلت المجال ده انا يعني بقول لك علشان احنا برضو اتربينا ان انت لازم تخش كليه قمه. فانا مجموعي وقتها اللي هو طب صيدله، طب تمام
حلوه صيدله. شفت واحد صاحبي باباه كان راجل امبراطور في المجال ده، فانا عايز ابقى زي ده. ومن النصائح اللي كان دايما يقولها لي ابويا، يقول لي بص قدام القصص الناجحه في قصص فشل. مم. رميت طبعا الكلام ده في الزباله انا. يعني والدك هو اللي كان ربنا ابويا ما يرحمه كانش عايزني اخش صيدله. بيقول لك ما تدخلش صيدله؟ لا لا لا، بالعكس كان يقول لي ده الزمن ده بتاع الماركتينج وبتاع الحاجات دي وبتاع. وانا ابنه الوحيد، يعني انا كنت مستفز. انا ده كان دافع بقى بالنسبه لي، اللي هو انا ازاي ابنك الوحيد وانت مش عايز تشوفني بالبلطو الابيض والكلام الفاضي ده؟ ازاي يعني؟ ف فلا انا ساعتها بقى اللي هو لا انا هخش صيدله. هو طبعا قال لي بص انا مش هغلط معاك الغلطه اللي ابويا غلطها معايا، وانه لان هو دخل هندسه وبرضه هو ما كانش، يعني ما كانش مولع هم شافوا فيه بذره ان هو بيحب يصلح حاجات وبتاع. هندسه خلاص، مش فاهم؟ ما مهندس. ما سالوهوش بقى، ما فاهم. انت هتخش هندسه، انت تخش هندسه بس. انما انا بالنسبه لي لا، هو قال لي لا انا يعني حتى لو انا مش مقتنع، بس انا هسيبك لنفسك. مش عايزك ترجع بعد ما تخلص دراسه وتقول اصل ابويا مثلا حطني هنا ولا ابويا. خلاص. وانا لما دخلت انا كنت دايما اقول انا الصيدله دي مجالاتها واسعه قوي. اخر حاجه انا ممكن اشتغلها هي ان انا اشتغل مندوب. كنت دايما اقول لهم في الجامعه، اقول لهم انا لو لا يعني لو شفتوني بشتغل مندوب في يوم من الايام اعرفوا ان انا بموت من الجوع. ولما اشتغلتها كنت خلاص فعلا وصلت لمرحله. مم. كنت قعدت اللي هي السنه اللي بعد التخرج دي، اشتغلت كل بتاع 4 5 6 شغلانات. مم. مفيش، ما تعيش حاجات، ما تعيش. كنت بشتغل مثلا شغلانتين 3 علشان احط دول على بعض فيطلعوا رقم مش عارف. مم. حاجات صعبه. اشتغلت مثلا مع ابلكيشن ده كان فيه جزئين، جزء للوتريه بتوع المطعم مم. وجزء للزباين. انا اللي كنت بدي التريننج للوتريه. انت عارف انت بتشرح لناس هم مش مهتمين تماما يسمعوا انت بتتكلم في ايه. انت مثلا بتشرح لويتر يستخدم الابلكيشن ازاي في يومك ويسيبك ويقوم يشرب سيجاره مم. من غير ما يستاذن حتى ولا بتاع. مأساة. اشتغلت حاجات كتير قوي. فاللي هو لا خلاص انا هرجع اشتغل في صيدله. وللاسف الشديد هي الشغلانه بتاعت الميديكال راب دي هي اكتر شغلانه بتجيب فلوس في المجال ده. يا في مجال الصيدله. طبعا. مم. طبعا. ده في ناس عايز اقول لك ان هي ما بترضاش تترقى منها، لان هو خلاص بيبقى قاعد في الاريا دي مثلا بقاله 5 6 سنين. مم. ظابط دكاترته بيكلمون بالتليفون، شبه ما بينزلش الشغل خالص. فالشغلانه كشغل كان مريح بالنسبه لك على فكره هي كويس. الشغلانه كشغل فلكسبل جدا مم. جدا. انت يا اما مثلا بتنزل الصبح، يا اما بتنزل بالليل، يا اما ممكن تنزل الصبح وليل. انت بقى اللي بتتحكم فيه. مم. والله بكره محتاج اروح البنك الصبح، طب خلاص مش هنزل الصبح، بكره هنزل بالليل. والله محتاج اروح فين، عندي فرح بالليل، طب خلاص بقى يبقى انزل الصبح وما انزلش بالليل. ممكن في يوم صحيت مش طايق نفسي ولا صبح ولا ليل. مش شغال النهارده. وانا دي المشكله اللي انا وصلتني لمرحله ان انا حسيت ان انا لا فلوسي كده مم. فيها شبهه. ياه. لان انا بقول لك هي بس انت الشغل. كنت بتخلص شغلك. بص، هي الشغلانه دي لو انت مشيت على الاصول مم. مفيش حد بيشتغلها صح. يعني مم. هو كانوا بيدونا في التريننج كده يقول لك انت عشان تحسب الزياره زياره لازم على الاقل تقعد مع الدكتور 10 دقائق. يستحيل يكون في حد بيقعد مع الدكتور 10. انا عايز اقول لك انا وصلت لمرحله في الاخر ان انا بحسب الزياره ان انا ارفع حاجبي للدكتور فالدكتور يرفع لي حاجبه اكتب زياره. خلاص هو شافني وانا مندوب شركه كذا فهو افتكر. خلاص ما انا بقول لك خلاص هي بتقعد تشدك. انا في اول ما اشتغلت كله عمال يقول لي يا ابني مشي حالك. كل الناس اللي عامل 7 زيارات، احنا المفروض لينا مثلا 10 زيارات، مم. اللي عامل 8 واللي عامل 9 انا بتاعنا رايح اعمل زياره وعامل 0. يا ابني مشي حالك. موضوع ال10 دقايق ده مش بتاع. انا مش عارف يعني انا هم اتقال لي حاجه انا لازم اعملها زي ما اتقالت، والا كده ابقى انا بحمرق. مم. وانا ما يعني انا عندي ان انا فاهم اظهر بشكل مش كويس، ولا ان انا يعني اظهر بموضع الغشاش. مم. وفعلا فضلت حبه انا مش عارف اتعامل ازاي لحد ما لقيت كل الناس كده فخلاص انا هعمل زيكم. مم. ومشيت الدنيا على فكره واشتغلت كويس وحققت وخدت كوميشن وكل ده في سنتين. مم. واخد وكان بالك؟ مرتب، كان الدخل كويس. ده انا كنت باخد الكلام ده كان في 2019 مم. كنت باخد لي بتاع 15,000 جنيه. ان شاء الله. غير الكوميشن وغير الحاجات كانت حلوه. طبعا. بس موت احساس الرفض ده مرعب. مم. انت مرفوض من الجميع، كله مش طايقك.
انت ال العيانين مستنيين الدكتور، فانت لو دخلت قبل عيان هتسمع كلام هتكرهه جدا. الدكتور انت معطل، تمرجي في كرسي زياده متاخد وهو منظم العياده بالعافيه، اللي انت مرفوض من الجميع. والله تصدق ده جانب للشغلانه اول مره الشغلانه دي انا لو قعدت اتكلم عنها، رغم ان انا يعني ما اعتبرش انا اشتغلت سنتين منهم سنه كورونا، بس بجد الشغلانه دي جوانبها مرعبه. وخلي بالك انت بتبيع اكتر حاجه مش انترستنج في الحياه. انت لو ريل ستيت ففي ناس انترستد في ريل ستيت، لو ما اعرفش ايه ففي ناس انترستد ليه. انما انت بتبيع الدواء لدكتور. الدكاتره عندنا وده جانب سيء جدا برضو، انا مش عايز اطول في الحته دي، بس اقول لك ايه، كلهم فيهم نفس الماده الفاعله، فمشي حالك من الاخر يعني، فاهم؟ صباح الفل يعني. في طبعا ناس عندها ضمير، وشفت بايني ما حدش قال لي، في ناس ما عندهاش ضمير تماما تماما. يقول لك لا يعني، فاهم؟ انا مره دكتور قال لي انا طالع المؤتمر الفلاني، الشركه الفلانيه دفع لي الطيران، دفعوا لي انتوا الاقامه يعني. فانا سالته سؤال بريء جدا، قلت له طب ساعتها حضرتك هتكتب لمين فينا يعني؟ ولا هتقسم الروشتات واحده كده واحده كده تعمل ايه؟ والله العظيم. فكنت عارف انت بقى، انا بشوف كل ده وارجع البيت مش طايق نفسي، مش طايق نفسي خلاص. وفي نفس الوقت بعمل كونتنت بقى، انا كنت اجازت خميس وجمعه، خميس وجمعه ما باجزش، انا بصحى بقى اقعد اصور 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 اصور, أصور لحد اخر دقيقه في يوم الجمعه، وارجع انزل تاني يوم السبت ما كانش في وهكذا. بشاميل يوم الخميس وقتها؟ لا كان لسه، كنا لسه في الاول، لا ما كنتش لسه بقى دخلت موضوع بشاميل الخميس ده، لا لا لسه، انا دخلته بقى لما رقت شويه. بشاميل محتاج رواقه برضه. طبعا. طب انت حكيت كده حازم، بتقول اشتغلت شغلانات كتيره قوي، يعني ممكن تقول لنا ايه الشغلانات اللي اشتغلتها يعني؟ كلها حاجات كانت ريليتد معنى كنت انا اشتغلت سوشيال ميديا. بص انا سوشيال ميديا الاكل ده انا بشتغله من 2014. ماشي تمام. حلو. ان انا بكتب، بس كانت ساعتها بقى انفورم في مقاله وصور وبتاع، وقعدت اعمل الكلام ده لحد 2020. فبتحط صوره الاكله وتكتب صوره الاكله واكتب، بس كنا بنكتب بقى باستفاضه شديده جدا عن المكان. كان في فورم شورت فورم كده اللي هو نكتب عن المكان وعن الاكل والعنوان وبتاع. وكان في مقالات 3 صفحه. معرفش تعرف كايرو 360 ولا كايرو 360؟ طبعا نكتب طبعا مقاله بقى. واخد بالك؟ وكنت بستمتع جدا، بحب الكتابه بشكل عام، كنت بستمتع جدا بالكلام ده. جيت في كل ده انا معروف في الوسط بتاع الاف ام بي ده، بس ان انا اللي ماسك صفحه كذا، او ان انا اللي عامل صفحه كذا، بس محدش يعرفني شخصيا. فلما جيت السنه اللي بتاعت التخرج اللي انا كنت قاعد بهوي فيها دي، قلت بقى ايه، طب ما ابتدي بقى اعمل حاجه لنفسي. فقررت ارجع بقى بالحب الاولاني بقى، الطبيخ بقى. قلت هنرجع للمطاعم تاني، هنعمل مطاعم ونجرب مطاعم وكده، بس عايز اعمل فيديوهات فيها طبيخ. هنا بقى كانت البدايه، وده كان في 2019. فخدت خدت القصه من هنا بقى. وبعدين اشتغلت انت، بس انت بتقول انا اشتغلت بقى كذا شغلانه. هقول لك ما هي ده الشغل اللي كنت بشتغله بشكل عام. لما اتخرجت اشتغلت في الابلكيشن اللي قلت لك عليه ده، اشتغلت سوشيال ميديا، ان انا هندل اكونتات بتاعت مطاعم وشركات وكده. ده طبعا كان بتراب الفلوس يعني، واختلفنا علشان كان في مطعم من المطاعم كانوا عايزين نمسك البيج بتاعته. المطعم ده كان بيقدم كحوليات وكده. انا ازمتي بقى ان هم كانوا يعني مش اللي هو بس ان انا امسك الحته بتاعت الاكل فيه، لا ده انا ازمتي ان هم كانوا عايزيني ان انا انزل اعمل فوتوشوت للكحوليات نفسها. قلت لهم يا جماعه ده انسوا، انا مش هنسى. قالت لي you have to be more flexible. لا ما في flexible وفي جهنم ما فيهاش. بس فلا كنت كل شويه اطلع من شغلانه اخش في شغلانه لحد ما استقريت بقى. وعايز اقول لك اشتغلت في شركه تانية قبل ما اروح الشركه اللي انا قعدت فيها سنتين دي، قعدت فيها 3 أسابيع، كانت برضو مندوب.
جالي الشركه التانية قمت سايبهم ورايح. انا كنت الفتره دي يعني اي شغل هاتوه انا مقضيها معاك. بقى تك تك بنط من هنا لهنا ومقضيها بقى اعتذارات، معلش يا جماعه مش هقدر اكمل عشان كذا، معلش مش هقدر اكمل عشان كذا، وهكذا بقى. لا بس انت حازم عملت برضو حركة مهنيا قوية قوي ان انت تعمل يعني تمشي ورا شغفك جنب المرمطة اللي انت بتحكي عليها دي. انا كنت دخلت في فيز ان انا بدات انجح. امم انا مش عايز ارمي ده خالص. مم. يعني انا بقى ايه، انا قتيل، انا عايز احط القرش على القرش. مم. وبعدين شايف الدنيا هنا شغاله. انا كنت باخد مرتبي ده بصرفه كله على الانستجرام. مم. خلاص بقى بابجريد بقى الحاجه وبظبط الاكل. طبعا كان مكلف جدا، يعني الاكل اللي انا بطبخه نفسه بيكلفني. مم. انا على الحديده. انا الفتره دي يا دوب اول ما اشتغلت مع الانستجرام انا كنت خارج من وعكه ماديه مرعبه يعني. فكنت بتاخد مرتبك تصرفه على طبعا على الاكل والشغل التصوير طبعا طبعا. اجيب مايك جديد، اجيب ما اعرفش ايه، اجيب ايه، واقعد اظبط بقى. مهم. مهم. طب ايه اكتر يعني شغلانة كانت معلمة معاك؟ هل في حاجة كانت اصعب من شغلانة المندوب؟ لا مفيش. فيش فيش. حبيبي انا حاسك عايز نعمل حلقة كلها انا عن ممكن الشغلانة. اعمل حلقه بجد عن يعني انا مره قعدت اتكلم مع يعني كان ممثل مم. و... واتقابلنا في ايفنت كده وبتاع. فمعرفش ايه اللي جاب الكلام عن الموضوع ده. انا عايز اقول لك انا حكيت له بس، اتكلمنا لمده 5 دقايق. قال لي ده يتعمل لها فيلم، تعمل لها مسلسل. رغم ان هي اتعملت على فكره افلام، يعني اتعملت في هوليوود افلام كتير. عن كان في واحد الشغلانة. بتاع انا هاثوي وجاك جيلنهيل ده بس مش فاكر اسمه ايه. وفي واحد برضو مؤخرا كان بتاع كريس ايفنز واميلي بلانت، حاجه كده كان على نتفليكس. شغلانه هي في العالم اصلا هي الفورمات بتاعها كده، ان هي سمعتها ان انت يا مظبط الدكتور مم. يا انت مش موجود، الا من رحم ربي. انا مش بعمم خالص يعني. طب انت لو يرجع بيك الزمن مم. تسيب صيدلة تاني ولا كمجال بقى يعني اظن برضو؟ اظن لا اظن هخش صيدله تاني. ياه. اه اه مع انك انت برضو خلي بالك الحكاية بتاعتك اه عكس العالم. انت اه الطبيعي الاهل بيقول لك ادخل صيدلة وطب انا ومش عارف ماما، ايه. ما هي ماما بقى كانت عايزه صيدله. هي آه. ماما، هي بابا هو اللي كان عقلاني شويه، ان ماما كانت عايزه صيدله. مم. بس انا لو رجع يعني لا انا ما اظنش ان انا في حاجه ممكن لو رجع بيا الزمن اغيرها. حاسس ان انا هي نفس القرارات هاخدها تاني. فتخوض تجربة صيدلة تاني. اه انا الصيدلة. استمتعت بالدراسه على فكره، يعني انا كنت مستمتع بالدراسه، ما كانش عندي بقى مشكله خالص. اه اصل هي جزء من الاكل، كيمستري. انت النهارده علشان تطلع مثلا عجينه، فانت عندك دقيق وعندك بيض وعندك ميه وعندك بتاع، تحطهم على بعض بيطلعوا عجينه. مم. كيمستري، كله كيمستري. فانت حبيت صيدلة عشان بتسنس الحتة اللي انت بتحبها في الاكل، تحط اه الحاجات على بعض هي تطلع حاجة. فكره ان انت تحط حاجه على حاجه تطلع حاجه مختلفه تماما دي، ده كيمستري. مم. وكان فعلا يعني انت لما تستمتع بالموضوع. يعني كان نفسي مثلا ان انا اشتغل، اخش مجال اللي هي مصانع الاكل والحاجات دي، او الكواليتي كنترول في مصانع الاكل والحاجات دي. خطيرة دي. بس ما كانش الموضوع بالسهوله. يعني اول ما اشتغلت مثلا كان في opportunity في شركه بتاعت ايس كريم. يا للمتعه، طبعا. يا للمتعه. بس لا ما وفقتش. مم. وبرضه المرتبات عايز اقول لك، ما هو يعني مرتبات انت لو بتتكلم مثلا ان كله بياخد مثلا افريج من 3 ل 5 جنيه، فالميديكال راب بياخد 20 جنيه. مم. هو وخلي بالك الميديكال راب برضو من الناس اللي هو مكروه منهم. انت بتنزل تاخد فيدباك من الصيدليه، صح. تشوف الدواء بيبيع ولا لا. تنزل الصيدليه تلاقي طبعا برضو الصيدلي مش طايقك، لان هو بياخد 1/10 من اللي انت بتاخده. مم. خد بالك احيانا ممكن يديك معلومات مسليدنج، يعني يقول لك الدواء بيبيع وما بيبيعش، مم. او يقول لك الدواء ما بيبيعش وهو بيبيع. طب ما هو خريج نفس الجامعة يروح يشتغل زيك بقى وخلاص. مش بالسهوله دي، خلي بالك. لا يعني هو ممكن ما وفقش فيه، ممكن ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز اصلا. مم.
شغلانه برضو مش سهل، تحتاج نوع من انواع الكلاحه رهيب. والله فاكر مره كان حد يعني فوقي في الشغلانه، وفي دكتور رحت زرته مره اداني يعني من المنقي يا خيار، فقلت له تعالى معايا عشان الراجل ده مش طايق نفسه. رحنا له، دخلنا، هو داخل بمنتهى الثقه كده، راح الراجل مدينا انا وهو بالشبشب، وخرجنا احنا الاثنين. فانا خارج انا خلاص الدمعه هتفر من عيني انا، ولقيته هو متسامح جدا مع اللي حصل. فبقول له، فبيقول لي شفت بقى انت لما تقعد وتهندل. قلت له هندل ايه؟ ده احنا اتطردنا. قال لي قال لي لا 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 هو بس يمكن he's having a bad day. قلت له having a bad day ايه؟ انت مش في الدنيا. انت مش في الدنيا. كنت بحبه جدا والله، بس هو ما بقول لك الشغلانه بتحتاج قوه تحمل وجلد، وانك تتحمل ان انت هيترمي كلام اعمل نفسك مش سامع. هو بقى ده هيجي يقرفنا كل يوم. حبيبي الله يبارك لك، ادخل كده بقى فاهم. والله ف انت اشتغلت في المينيوز برضه حازم صح؟ ما هي دي، ما انا انا المنيوز انا قعدت في المنيوز من 2015 لحد 2020. 5 سنين. بس انا كنت الاول في من الاول بقى خالص. 2014 كان في بيج طالعه كده اسمها انجزني. انجزني دي كانت مقدر لها انها تكون ابلكيشن اونلاين اوردرنج، حلو، ولكن ما مشيتش. فهم قرروا يحولوا بيج لبيج دعايه للمطاعم. عملوا مسابقه في رمضان 2014. المسابقه دي كانت عباره عن ان انت تصور اكله وتبعت الصوره بتاعتها وتكتب وصفتها بشكل لذيذ. انا عملوا 4 مسابقات، كل مسابقه في اسبوع من رمضان. انا فاتني اول اسبوع، شاركت في ال3 اسابيع الباقيين، كسبت ال3 اسابيع الباقيين. كان ايه الجايزه؟ ان انت تكسب اول ما الابلكيشن يفتح هتكسب 50% خصم على اول اوردر تعمله من الابلكيشن. انا بالنسبه لي ده كان الحياه وما فيها، لدرجه ان انا قعدت احسب قلت يا نهار اسود، يعني لو طلبت اوردر وقتها بقى فاهم ب 1000 جنيه هدفع 500 جنيه. كنت طاير من الفرح. بعد كده الابلكيشن لما ما مشيش لقيتهم بيكلموني هم نفس الصفحه، قال احنا عايزينك في حاجه تانية خالص، عايزك تيجي تشتغل معانا. اشتغلت معاهم سنه من غير فلوس. انا مش مصدق، ابويا بيقول لي انت بتاخد فلوس؟ اقول له اخد فلوس ايه؟ انا باكل ببلاش وانا حمرق ما بتاخدش مرتب ولا مليه. وهو كان مقنعني ان كده تمام، ويعني كتر الف خيري باكلك وبتاع. يعني لا اللي هو انا بعلمك بقى الشغلانه وبتاع. فعلا كنت بروح مطاعم كتير جدا ونكتب ونصور ونعمل استمتع جدا. بعدها بسنه كان المنيوز بيكبر التيم بتاعه. هوبا جالي اوفر من المنيوز. طبعا سالني انت كنت بتاخد كام في الشغلانه الاولانيه؟ انا كنت رايح عامل حسابي اني هقول له 1000 جنيه. قلت له انت قابل فين؟ قال لي ماريو الزمالك. قمت مزود 500 عشان ماريو بس. ايوه رحت قلت باخد 1500 جنيه. قال لي طيب خلاص هنشوف كده ونظبط ونرجع لك. فلقيته بعت لي ميل وبتاع ان احنا تمام، بس انا مش هقدر ادفع اكتر من اللي انت كنت بتاخده هناك. طبعا انا بالنسبه لي 1500 جنيه دي وقتها حياه والله. سنه كام يا حازم؟ الكلام ده كان 2015. ان انا ده بارت تايمر وطالب. لا ده طالب و1500 جنيه ده وقتها كان رقم فعلا دلع. فقلت له انا كده مش هحس ان انا حصل اي تقدم في حياتي يعني. فقال لي طب انت عايز ايه؟ قلت له اخد 1600. والله انا فاكر، عايز اقول لك بقى ال 100 جنيه دي كنت بروق بيها على نفسي. 2000 مثلا وكنت احوش ال 1500. والله اخرج كنت اخد القبض اطلع ال 100 جنيه دي يا لهوي. وكانت تعمل وقتها لا يعني تتعشى وتروح سينما عادي والله. والله العظيم. بس خلي بالك احنا فاقدين احساس الارقام برضو، يعني انت لما بتقول قلت له بقى فقلت هيقول لي أيوة. 1000 3000 جنيه. لا 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 100 جنيه زياده فاهم. وقتها ال 100 جنيه دي بقول لك تتعشى وتروح سينما عادي جدا. بس اشتغلت معاه
وعملنا شغل ابن لذينه. انا استلمت بيج، انا سبت البيج الاولانيه 200,000 واستلمت دي 70,000. فانا بالنسبه لي انا هنا راجع ابدا من اول وجديد تاني. بس مفيش في الوقت ما شاء الله عملنا نجاحات والله العظيم. يعني وهم احياء يرزق يعني. عارفين انا كان الهدف من الشغلانه ان انت تجيب كليكس على الويب سايت، ان انت تعمل بوست فايرال فالناس تبقى عايزه تعرف المنيو بتاعه، فانت حاطط لينك المنيو في الاخر. حلو قوي. يدخل على المنيو. شكرا. انا فاكر كان في حد والله العظيم في الشركه انا هو فعلا ما كانش بيحبني وانا عارف انه ما بيحبنيش. فمره رضخ لقيته باعت فويس نوت بيقول يا جماعه في رقم النهارده كليكس لم يحدث من قبل على البوست اللي لسه نازل مؤخرا. شكرا يا حازم وشكرا ليك جدا، ده شغل ما حصلش. لما المنيوز قلبت اونلاين اوردرنج انا دوري تقلص بقى، تقلص جامد، لان هم بقى تركيزهم اكتر بقى على الاونلاين اوردرنج وبتاع. وبعدين فجاه لقيتهم جايبين لي حد يديرني. انا معاكم بقالي كتير يعني، انا محتاج انا اللي تجيب لي حد اديره. ابتديت اجز بقى وتصعب على نفسي وبتاع. بس قاعد بقى كان مرتبي ساعتها وصل 3000 جنيه. فانا محتاج الفلوس طبعا، محتاج الفلوس. وخصوصا في السنه اللي بعد ما اتخرجت ان انا كنت الدنيا على الله خالص، فكنت في امس الحاجه الفلوس. فاللي هو يا جماعه انا موجود وقت ما تحتاجوني كلموني. فبقيت بقى كنت زمان ممكن في الاسبوع نعمل مثلا 5 مطاعم. بقيت بعمل مثلا مطعم كل شهر، مطعمين كل شهر، عشان كده. مش قادر. لا خلاص ما بقاش التركيز على ما بقاش زي الاول خلاص. أوكي. بقى كله في الاونلاين اوردرنج وبتاع. فانا بقول لك دوري بقى صغر خالص لحد بقى 2020 كنت انا خلاص بدات الكونتنت وبتاع. فبقيت ايه يعني خلاص بقى اللي هو ايه شيل ده من ده بقى. لا بس انت حازم قلت حاجتين خبطوا في دماغي جامد جدا مهنيا يعني. انت اثبتت وانت بتحكي دلوقتي حاجه عارفها وبقولها وبنشوفها في الكتب وبتاع، بس انت وانت بتحكيها ملهمه الحقيقه. فكره اول حاجه لما قلت انا اشتغلت سنه من غير مرتب خالص، من غير فلوس، ده شيء يعني حد بيسمع كده ايه ده يعني سنه بتروح الشغل بتنزل، طب بتصرف يعني. انا حتى جه في بالي دلوقتي، طب انت نازل رايح الشغل بتعمل ايه؟ يعني بتروح لا احنا مواصلات لو ازاي؟ مثلا رايح مطعم في مدينه نصر كان ممكن هو يحاسب على التاكسي او كده، ماشي. انما في المجمل لا انا كنت بتكفل بكل حاجه. يعني بتصرف على الشغل. ما هو انا مستمتع. اه. ما هو بص انا ساعتها كنت مستمتع. كانت دي حاجه جديده، كانت دي حاجه انا نفسي اعملها. انا بقول لك انا من زمان اصلا عندي هوايه ان انا كنت اجمع المنيوهات كده واقعد اقراها واقعد اتفرج عليها. كنت ممكن اسمع لك مثلا سندوتش مثلا الزنجر ده مثلا قطعه فراخ زائد خس زائد جبنه زائد مايونيز زائد. مش هزار، حافظ مش المنيو. هزار، انا حافظ المنيو. انا بحب ده. اوكي. ف حبيت الفكره في الاول. بعد كده لما بقى اشتغلتها كمان بفلوس بقت احلى واحلى. بقت احلى واحلى. وبعد كده كمان انا في الفتره اللي اشتغلت فيها مع المنيوز دي اشتغلت مع اماكن تانية. فكنت بطلع فلوس من هنا وبطلع فلوس من هنا وبطلع فلوس من هنا. عايز اقول لك ان انا الفتره اللي هي في الجامعه اللي من اول 2015 لحد ما اتخرجت دي انا كله بيضرب بيا المثل بقى انتربرينور. ده كده. وهو انا فاكر واحد صاحبي مره قال لي ده انت كده وانت بارت تايمر، امال لما تتخرج هتعمل ايه؟ ان شاء الله. وسبحان الله علشان ربنا ما عندوش ضمانات. انا لما اتخرجت فقدت كل الشغلانات دي وقعدت في البيت. يعني مفيش حاجه عند ربنا فور جرانتد خالص. انت وما تتغرش وما فاهم، انت على الله. ما تقفش كده اللي هو ده انا نجم ابدا. لا انا كنت وصلت لمرحله اني بدخل لي 9-10,000 جنيه في الشهر في 2015 و2016. في الوقت ده كان رقم كبير. واخد بالك انا سافرت اوروبا على حسابي في 2017 وانا طالب. رحت قلت لبابا بس انا بعرفك انا ظبطت سفريه كده ومسافر اوروبا وسافرت 5 بلدان على حسابي وزي الفل يعني. الدنيا لذيذه جدا. الدنيا لذيذه وتمام وكل حاجه. وانا متنبئ ان انا لما اتخرج ده انا هخرب الدنيا. وخصوصا كنت متخيل ان انا في المنيوز بالذات بما ان انا شغال معاهم قبل كده لما هاجي افول تايم بقى انا مكاني محفوظ.
فانا اللي هو تجيبها كده. انت 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 حاجه، هتبقى حاجه جامده جدا. بس ربنا اراد ان انا اقعد لي سنه كده شوكتي تتكسر فيها، علشان ما اتغرش، ما اجيش بقى اللي هو ده انا نجم النجوم، ده انا مفيش زي. فانسان اتعلمت فيها كتير قوي قوي. انت مهما وصلت ده كده في ايد ربنا، مفيش. في ثانيه ممكن كل اللي انت فيه ده مش موجود. وده انا شفته بعيني، ما حدش قال لي يعني. من ان انت بقى بيتم الاشاده بيك، وان انت شاب طموح وبتشتغل بدل الشغلانه 3 و4، وان انت كذا وكذا وكذا. لان انت بتلف على شغلانات النهارده يقول لك الاكسبكتد سالري كام، تقول له 6000، يقعدوا يضحكوا. لا، ده انا كنت بعمل اكتر من كده بكتير، وكنت عايش وبدرس وقمه السعاده. فسبحان الله. عارف دايما لما بنقعد نقول للشركات لو عرفتوا بجد ايه اللي بيبسط الموظفين والناس اللي شغالين معاكوا واديتوه لهم هتوفروا قد ايه. يعني الناس لو ادركت اللي انت حكيته ده على موديل بقى كبير، بتكلم على شركة كبيرة فيها مثلا 100,000 200,000 موظف، لو عرفوا بجد يبسطوا الناس اللي شغالة م- هيبقى حتى بياخد مرتب مش طموحاته قوي، م- بس هيبقى مبسوط وسعيد وبيروح بالظبط الشغل الصبح مبسوط. بالظبط. ف... فجامد جدا. طب وانت في النقلة بقى حازم، حتة بقى يعني اهلك في القصة، وانت بتروح بقى تعمل من اول يوم الخميس والجمعة لما بتعمل ده جنب شغلك، وبعدين لما قلت لهم بقى خلاص انا كل سنة وانتم طيبين بقى، اه، انا بص، في الفود اندستري. بابا، ماما دايسه معايا في اي حاجه طول عمرها، ربنا ربنا يخليها لي يا رب. يحفظها يا رب. يعني ماما يمين يمين، شمال شمال، ما في بدون نقاش. مم. انا الوحيد بقى، وفاهم، صباح الجمال. بابا بيحسب قوي قوي قوي. فلما انا مثلا بدات الاول اشتغل مع انجزني والكلام ده وبتاع، كان هو على طول عنده تخوف ان انت، طب انت مركز في الجامعه، طب انت مم. تمام، طب مم. انت كله تمام. اه يا بابا والله تمام. هما ما كان يعني ما كانش من النوع اللي هو ايه بيسال على الجريدز قوي، ما بيسالش على الجي بي اي. يعني اللي هو ايه، طالما انا ما جيتش وقلت له مثلا انا شلت ماده تعالى ادفع لي بتاع، فكده المركب ماشيه يعني صباح الفل. إيه، لما جيت ابدا ان انا عايز اصور فيديوهات وكده، مم. هو ما كانش مدرك، وانا ما كنتش مدرك يعني انا بخبط وخلاص. بس هو اما شافني محتاس ومش عارف اصور وكده، فهو قرر يساعدني من باب المساعده، يعني اللي هو ايه، طب انا هقف هنا اقول لي ادوس امتى، ادوس وامتى. فده كان اختصار وقت رهيب عليا، بدل ان انا اقعد الف حوالين ترابيزه ارك وارجع تاني اقف وبعدين ارك، وممكن تكون حاجه اوت اوف فوكس وبتاع. انا موقفه يبص لي بس لو في حاجه اوت اوف فوكس، دوس على الشاشه. لو ما في، كنا بنصور بالموبايل بقى ساعتها. مم. لو الدنيا تمام تمام، اقول لك خلاص تقوم دايس ايه، اوف. بس الدنيا حلو. لحد ما هو اللي سخن بقى، هو بقى اللي سخن وبدا يشيل الموبايل من على الترايبود ويقول لي بص بقى اللقطه دي لو خدناها كذا، اللقطه دي لو خدناها كذا. ابتدى هو اللي الشغف يسوقه بقى. آه، قعدنا بقى عملنا مع بعض شغل جامد جدا. لحد ما جيت لما اتعرفت على عمرو شريف وبتاع، بعدين قال لي انت ليه ما بتصورش بكاميرا؟ قلت له لا، انا حاسس ان الموبايل تمام وبتاع. قال لا، لازم تجيب كاميرا، والكاميرا حلوه، والكاميرا برضو بتنقل الصوره بشكل مختلف. رحت قلت له انا عايز اجيب كاميرا. ليه؟ هات كاميرا. شجعني جدا، جبت كاميرا. قعد يتعلم عليها بشكل، يعني انا حكيت في الموضوع ده كتير، بس بجد والله اسبوعين انت لو صحيت في اي وقت من الليل هتلاقيه قاعد على الكاميرا بينامش. الله يرحمه يحسن. لحد ما اه, انت بتقولي لما جيت اقول لهم ان انا هسيب الشغل كنت خايف منه جدا، كنت مرعوب. لان انا قلت ده هيقول لي بقى شفت، انا قلت لك من الاول انك مش هتستحمل صيدله ومش هتستحمل، يعني في من العتاب مم. صفحات كتير تتقال يعني. لقيته بص لي كده قال لي الدنيا حلوه يعني في السوشيال ميديا بتكسب كويس؟ قلت له اه. قال لي طب خلاص، هبقى عبيط لو قلت لك كمل، اعمل يا ابني اللي يبسطك وخلاص. بس
وبالفعل بقى من ساعتها بقى خدنا الموضوع جد اكتر. يعني اللي هو خلاص بقى ده ايه الملاذ بتاعنا بقى، خلاص ده اللي هننجح فيه، وده اللي ان شاء الله هنكسب منه، وده اللي زي الفل يعني. بس وكان بقى خلاص بيساعدك واقف جنبك خلاص ما فيش، لا ده فاميلي بيزنس، يعني جديه رهيبه. يعني انا ممكن في يوم اريح مثلا، ابقى عايز انا مش قادر، الاقي جاي صحيني يلا قوم نصور، اقول له ما احنا مصورين ومعانا يبقى معانا فيديوهات اكتر، ايه المشكله؟ والله كنت اقوم وبتاع واطلب حاجات ونبدا نصور وكده. لا هو وصل لمرحله كان كنا بنختلف كتير جدا، بس ابويا كان يحب التهديد قوي، ما عمره ما هدد بان طب مش هصورك، لا هو كان محتاج ده اكتر مني على فكره. يعني انا كنت محتاجه وهو كان محتاج. ابويا ما يمكن من الناس اللي ما اتنصفش شويه في كاريره وما اتنصفش في حياته، فالموضوع ده كان عامل له ساتسفاكشن رهيب، ان هو لما بيشوف نجاحه في الشارع، لما بيشوف الناس بتسلم عليه، لما طلعته كمان في كام فيديو، لما اظهرت ان هو اللي بيصور وكده، بدات الناس تعرفه وتسلم عليه وبتاع. كان لو رجع من بره مثلا حد مسلم عليه ولا بتاع، بشوف بابا في حاله انا ما شفتهاش في ال 29 سنه اللي قضيناها مع بعض. مره عمل فيديو عمل فيه مسقعه، وواحد شافه وقال له ايه ده مسقعه بابا في سوبر ماركت، راح عمل مسقعه واداها له، من كتر ما هو مبسوط وسعيد ان الناس متفاعله معاه. بس فكانت رحله جميله، كانت رحله جميله وما زالت الحمد لله. بس طبعا عدم وجوده شرخ، بس الحمد لله احنا مكملين وربنا يا رب يطرح البركه في ماما، يعني ما زالت بتساعدني ودورها بقى اكبر دلوقتي، فالحمد لله. ربنا يحفظهم يا رب. الله يخليك. طب احنا حاسس ان جبنا سيرة والدك، طبعا لو في حد لسه اول مرة بيتفرج على الحلقة او اول مرة بيشوف حازم، يعني طبعا ما تنسوش تدعوا لوالده بالرحمة وتدعوا له هو بالبركة. وحابب تقول لنا شوية اكتر عن والدك. يعني انا صراحة يعني ما كنتش مخطط ان احنا نتكلم بالعمق ده عن والدك، بس صراحة يعني واضح انه شخصية كانت ملهمة بجد. بص، هي كانت علاقه صداقه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. يعني صداقه لدرجه المعيله، يعني احنا كنا صحاب حتى لما بنختلف بنعيل مع بعض زي الصحاب. فالموضوع ده كان وبعدين احنا طول عمرنا اسره صغيره جدا، فكانت يعني انا ما بحسش، يعني انا لما مات قلت لهم انا عزاء الوحيد ان انا ما ندمتش على اي فرصه كان المفروض اقعد معاه فيها وما عادش. انا كنت بسيب صحابي وارجع البيت، انا الكومفورت زون بتاع البيت، قعدتي مع امي وابويا كانت هي اللي بجد فيها السعاده مش الخروج. يعني الحمد لله كان في اتموسفير في البيت كده يخليك تبقى مبسوط اكتر وانت قاعد مع اهلك. انا ما كانش عندي بقى جو اوضتي واسراري وبتاع، بالعكس احنا كنا على طول قاعدين مع بعض على طول. ف هو الله يرحمه كان عصبي جدا، بس انا كنت بعرف اهندله، لدرجه ان كان الناس يعني اخواته وكده كانوا دايما اللي هو هم عارفين ان انا الوحيد اللي معاه مفاتيحه. انا واحيانا كنت بفقد ده برضه، يعني فاهم، من كتر ما هو الله يرحمه كان عصبي. يعني كانت حياته صعبه، كانت حياته صعبه. كارير وايز كان شاطر جدا بشهاده الجميع. يمكن ما وفقش في ترتيب افكاره او يعني هو كان شغال في مرسيدس وبعدين قرر انه يعمل ورشه لنفسه، فالورشه دي ما وفقتش فقعد. فكان وضع صعب ومحبط. يعني انا بستغرب جدا ان هو كان بهذا المرح بكم الاحباط اللي واجهه في حياته ده. عشان كده انا
كان حلم حياتي ان انا اشوف هو وامي مبسوطين. ما عنديش احلام تانية. مش عايز ان انا يعني اعمل، يعني كنت دايما اشوف الايه اللي بتاعت ورفع ابويه على العرش بتاعت سوره يوسف. ده التارجت. ما عنديش حاجه تانية عايز اعملها. وانا ممتن جدا لاخر 5 سنين دول اللي هو كان بيصارني فيهم، لان دول ال5 سنين دول هو اللي شاف فيهم نجاح. شاف الناس بتشاور عليه، ودي حاجه كان هو يستحقها من دي 1، ولكن هو كان قدره كده سبحان الله. آه، هو يعني شخص عارف انت اللي هو شاطر جدا وعنده ضمير في كل شيء، في كل شيء. آه، وانا عايز اقول ان فعلا فعلا عارف انت في اللي هو ايه، في حد يديك من اللي عنده. انا ابويا اداني من اللي مش عنده. يعني يعني اداني من اللي عنده طبعا وصرف عليا وبتاع. بعدين لما وقف جنبي 5، يعني انا النهارده اقدر اجيب حد يصورني، اقدر اجيب حد ادفع له فلوس، اقدر في الوقت اللي هو واقف جنبي فيه ده انا ما كنتش اقدر اعمل ده. ناس كانت فاكره، ناس كتير كانت فاكره ان الموضوع شراكه بيني وبين ابويا، ان هو بيصورني وانا بديله جزء من الفلوس اللي بكسبها وكده. ابويا لحد اخر يوم انا لو جبت كوبايه زبادي في البيت يرجع لي ثمنه. يقول لي لما تمشي من البيت ده بصرف، طول ما انت قاعد في البيت ده ما تصرفش جنيه. فرغم ان الظروف الماديه كانت صعبه، يعني انا لو وصلت لمرحله قلت له يا بابا ما ينفعش ان انا يبقى ربنا كرمني وانت مصر تفضل في نفس الحته، اديني فرصه اخلي الاوضاع احلى. ما كانش يرضى. اقول له طب تعالى نسافر بره مصر، اسفرك سفر نروح لبنان ولا لا 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 اتجوز بالفلوس دي. اقول له هي الفلوس دي مش هي اللي يعني مش هي اللي هتاثر على الجواز. لا معلش معلش خلي الفلوس دي عشان. وعايز اقول لك ان هو مرضي، يعني بجد هو مرضيش انه ياخد اي حاجه مني غير سبحان الله. هو قبل الوفاه عمل عمليه وكانت نجحت بالمناسبه. الدكتور جالي قال لي احنا محتاجين حاجات في العمليه مكلفه جدا. قلت له يا دكتور ما تفكرش في الفلوس. وسبحان الله الحاجات اللي اتركبت له في بطنه والكلام ده خدها ونزل بيها. يعني ما يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي قبل ياخدها رغم انه ما قبلش يعني. بس لا انا يعني لو هتكلم على ابويا هتكلم كتير قوي، لان احنا بقول لك العلاقه ما كانتش مثاليه. مش هقول لك ان احنا بقى كنا على طول بنحب. ابويا كان برج الجوزاء، فكان اللي هو ايه. وبعدين هو ابويا كان يضرب ويلاقي. يعني عايز اقول لك انا كنا نهزر معاه نقول له انا خايف يقول لما اجي اموت وبتاع. اقول له ده هبقى انا وماما هنبقى لوحدينا في الجنازه ده اذا جينا. بنهزر معايا. سبحان الله كانت جنازه مهيبه، واي حد هو زعله كان بيتصالح معاه في ساعتها. هو كان عارف انت اللي هو السكينه سرقاه، يزعق وبتاع بعدين يرجع انا شكلي زعلت فلان، ويقعد يلم 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 بشكل مش طبيعي. كان شخصيته بجد جواه طفل فيوريوس جدا وسريع الغضب وبتاع، ولكن ما يرضاش يبقى حد زعلان منه. حنيه غير مسبوقه، مصحوبه برضو بشده وقوه، ولكن حنيه الدنيا. ف يعني نفسي يعني نفسي افضل انجح طبعا. يعني في شرخ طبعا ده عمره ما هي يعني ان هو انا جزء كبير من النجاح انت بتنجح عشان تفرجه. يعني اللي هو ايه، انا عايزك تتفرج انا عملت ايه. غيابه طبعا صعب جدا، ولكن الواحد خلاص ده قدر ربنا، انت بتستمر. يمكن حسيت، ودايما اقول الجمله دي، يوم وفاته انا حسيت ان انا بقيت بمثل قصه شخص تاني. يعني انا كان عندي حياه فيها اب وفيها ام وكنا بنعمل كذا وكذا وكذا. هو اختفى
انا حاسس ان انا كاني بدلت الشخصيه مع حد تاني، انا واحد تاني، انا بمثل دور واحد تاني. هو محمد حازم ولكن بدور مختلف، بحاجه مختلفه. كان هو ما كانش حد بيعمل اي حاجه في البيت غيره، هو اللي بيصلح كل حاجه، هو اللي بيعمل كل حاجه، لدرجه ان انا كنت على درجه من عدم الدرايه باشياء كتير جدا. انا عايز اقول لك، انا خدت بعد ما مات خدت عربيته نازل مشوار، فالكاوتش مهوي، فرحت الراجل بيقول لي انفخها على كام؟ قعدت اعيط، ما اعرفش، هو اللي كان يعرف الحاجات دي، ما اعرفش. فالحمد لله على كل شيء، ولكن يعني فعلا فعلا يعني على قد يعني دي رساله لاي حد ما شافش الشعور ده، لان انا كنت مستبعده تماما. يعني انا لو تسالني عمري ما فكرت ان انا ممكن امر بحاجه زي كده، لان هو كان صغير. يعني هو حتى هو مات 56 سنه، فبالتالي اللي هو ايه، انا يعني ما كانش في دماغي اصلا ده ممكن يحصل. ان فعلا ما تضيعش لحظات حلوه هترجع تندم ندم شديد. انا مش ندمان، لان انا قعدت مع ابويا في 29 سنه اللي ممكن حد يقعدوا مع ابوه في 90 سنه. بس ساعات بتمنى اني ارجع اعيش معاه اسوأ يوم، مش احلى يوم. يعني يوم كان فيه خناقه وبهدله وبتاع، ارجع اعيش معاه ولو لحظه في اسوأ يوم. صعب صعب. الاب ده درع، درع. يعني كنت بسمع الكلام ده يعني تمام، بس ما كنتش موقن ان الاب ده فعلا. عارف انت في صوره دايما يجيب لك سبايدر مان زي اتوبيس كده وفي عيل صغير معدي، هو ايه الصوره دي؟ هو ده الاب، هو ده الاب. انت في حمايه من اشياء كتيره جدا، وقع تبتدي بقى تتعرف على الدنيا، ومهما كنت كبير انت ما بتعرفش حاجه. فعلا في عدم وجود الاب، انا شفت حاجات في الدنيا دي في سنه ولا كنت اعرف انها موجوده اصلا. ايه ده، ايه ده، ومين دول، وايه ده، وايه الحاجات دي، ومين دول. فالحمد لله، الحمد لله على كل شيء. مش عايز اطول عن كده. لا لا بالعكس، انت يعني قلت حاجات ملهمة جدا. والجزء ده انا اعتقادي ان ممكن يكون ده اهم حاجة في البودكاست النهاردة، لانه في ناس كتير بتسمع البودكاست دلوقتي وممكن يبقى لسه معاهم باباهم ومامتهم ومش حاسين بده، او كمان بيعملوا عكس ده ان هم يهتموا بيهم. فلا اعتقد دي ممكن تبقى اهم رسالة في البودكاست النهاردة. فربنا يكرمك يا حازم ويبارك في والدتك ويحفظك كده دايما ودايما تلهم الناس بحاجات حلوة يعني. امين يا رب. آه عايز اسألك سؤال بقى يخرجك شوية كده. انا اسف ان انا لا لا لا، خليتك عادي عادي. تعمقت في الحتة دي، بس انا الناس بقى دايما طبعا بتشوف الفود بلوجرز او الناس اللي عايشه في الفود اندستري، مش بس بلوجرز. انت النهارده راجل شيف، انا بالنسبه لي محمد حازم من اشهر الشيفات. آه، بس كلمة هل شيف يعني برضو عشان اه نصحح بعض المفاهيم، الشيف بيبقى محترف. يعني انا هاوي اكتر من ان انا محترف. امم عشان الشيفات بيزعلوا، يعني اللي هو ايه زي كده ايه الدكاتره لما يزعلوا من الصيادله يقولوا عليهم على نفسهم دكاتره. انا واقع في الاثنين بقى. طب حلوه دي. طب نشرح بقى المفاهيم والفرق ما بينها. لا انا يعني انا بشوف نفسي اللي هو بيسموه كوك، مم. راجل شغوف تجاه الاكل، مم. بيحب يعمل اكل، انما مش دارس. يعني في ناس درست، وفي ناس اكاديميك. انا ممكن، يعني انا ممكن اكون عندي جزء. يعني ناصر البرنس ما درسش طبيخ، فاهم قصدي. ايوه هي دي الفكره، بس ان انا مش شيف بالمعنى الحرفي. طبعا كلمه شيف لما ما بتتقال لي ببقى سعيد جدا، ايوه. بس ايه يعني تصحيح على المفهوم يعني. يا سلام، انسان يا اخي، اه انسان حتى في لا لا، المفاهيم. لازم ندي كل طب واحد انا حق. كنت هسألك بقى الناس بتشوف الناس اللي عايشة في الفود اندستري او في صناعة الطعام بشكل عام. مم. بص ده مبسوطين يا عم، ده بياكلوا وبياخدوا فلوس قد كده ومش عارف ايه. فايه
عايز شويه نحكي بقى للناس ايه يعني ايه يعني التحديات اللي بتواجهك يعني إيه، انت. حلو قوي حلو قوي خلي السؤال. بالك انا بسالك بنبره الجمهور بقى، انت بتعمل ايه يعني؟ انت حلو قوي بتاكل وبتكسب فلوس. حلو قوي السؤال. اول حاجه ترد بيها على اللي يقول كده، اعمل زي. مش انا يا عم باكل وبكسب فلوس، اعمل زي. يعني اعمل زي، واوصل للدرجه دي زي، واكسب زي. الملعب مفتوح. يعني انا دايما اشوف اللي هو ايه، ده انا. وعلى فكره انا كنت يعني، النظره دي انت بتبتدي تبصها لما تبقى انت في الوضع نفسه. امم. يعني انا اكيد لما كنت في يوم من الايام صيدلي ومش لاقي اللضا وبتاع، ببص البصه دي. ايوه. واخد يعني انت بالك؟ كمان كنت ما بتقول تسمع ان كده. المذيع الفلاني مثلا بياخد معرفش كام مليون في السنه، يا لهوي يا لهوي. وبعدين دلوقتي بقى لما انت تدخل في المجال تفهم ان المذيع الفلاني ده علشان هو نادر جدا، زي وعلشان شاهين هو كده شاطر طبعا. جدا. ايوه بالظبط. مش لاقي فلوس اكمل ثمن الحلقه. وصل للمرحله دي ان هو الراجل بيجمع ملايين، فانت ما تبصلوش في رزقه، هتعرف تعمل زي اعمل زيه. تمام. انت ممكن تكون بتقدم حاجه اقيم، مم. ولكن على مستوى هي الناس، بص، القيمه حاجه والفلوس حاجه. مم. متفقين؟ انت ممكن تكون بتقدم قيمه عاليه جدا جدا جدا، ولكن القيمه دي على مستوى الفلوس مش جايبه همها. مم. فاهم قصدي؟ بينما انت ممكن تكون بتقدم حاجه بسيطه جدا جدا، ولكن عاجبه الناس والناس مستمتعه بيها، فبالتالي انت على القدر المادي اعلى. بس هي دي الفكره. المذيع الفلاني اصله لعيب الكوره. كل الناس دي اللي انت بتتفرج عليهم تقول انهم بياخدوا ملايين وبتاع، حياته انت لو جربت تعيشها مش هتعرف تعيشها. المذيع ده بيطلع هوا كل يوم كل يوم، وما ينفعش يفوت يوم. واخد بالك؟ النوع ده من الكوميتمنت والله انت ما تعرف تعمله. لما تيجي تتكلم على لعيب كوره، لعيب الكوره ده عايش حياته كلها معسكرات، وشبه ما بيشوفش عيلته، وعلى طول في اوتيل، وعلى طول بيتدرب، وعلى طول طلعان عينه، وعلى طول ما بيعرفش يمشي في الشارع، وعلى طول بياكل اكل هيلثي، وعلى طول على طول في حاله من الالتزام. يعني هم بياخدوا اسبوعين مثلا في السنه يسافروا وبتاع، ده بالنسبه لهم ده قمه البتاع. روتين التزام مرعب. تعرف انت تعمله؟ مش تعرف. كل يسر لما خلق له. انت النهارده بتعمل ده علشان دي اقصى. ده زي الفرق ما بين اللعيب زي الفرق ما بين صلاح وما بين لعيب تاني مثلا محلي. ليه ما حدش وصل لفورمه صلاح غير صلاح؟ لان صلاح قدر يعمل حاجات اللعيبه دي كلها ما قدرتش تعملها، الا وهي ايه؟ التزام من نوع خاص، نظام غذائي، منتاليتي، كذا حاجه هم ما عرفوش يعملوها. فبالتالي طلع محمد صلاح واحد، بينما هو اللعيب التاني مبسوط. انا نجم في بلدي، باخد فلوس كويسه، ومش على مش على نفس السلم من الالتزام، ولكن انا مبسوط. فهي كل واحد بياخد خطوات يعني اللي هو ايه، انا كل ما اخد انا يعني انا مثلا على سبيل المثال، انت النهارده في اي حد على السوشيال ميديا ده بيتطلب مجهود ذهني غير عادي. انت لازم تفضل موجود، وعلشان تفضل موجود انت لازم ذهنك على طول حاضر، بتشوف على طول، بتتابع ايه اللي بيحصل. انا مش بقول انها شغلانتي اصعب شغلانه في الدنيا، ولا بقول حتى ان انا بعمل اللي انا بحبه ومبسوط بيه الحمد لله. طبعا جزء طبعا ان انا يعني انا مش عايز احط ده على عاتق الفود بلوجر، بس انا وزني وصل للمرحله دي من ان انا على طول في شغف، وعلى طول في بتاع. زي ما بقول لك مش عايز ارميها عليها، ولكن دي احد الخسائر اللي انا خسرتها. وانا مش سعيد عشان الناس فاكره بس ان انا ايه، مبسوط بقى وفاهم. اللي هو الناس اللي بتقعد تكتب مسجات يعني حاجه بشعه، الناس فاكره ان انا مثلا ايه، سعيد، او ان انا ما عنديش مرايه في البيت او كده. لا خالص. بس يعني اللي هو ايه، هو كل واحد فيه في حياته حاجه معينه مؤرقه وبيحاول يشتغل عليها وبيفشل وبيحاول يشتغل عليها يعني اللي هو ايه، ما كملناش المعاني يعني. بس فانا بشوف ان انت النهارده شايف النموذج الفلاني ده
ما يستحقش اللي هو بياخده حاول تعمل زيه. لو انت اخدت زيه يبقى تمام، يبقى هو الموضوع سهل، يبقى هو الموضوع سهل واحنا اللي مكبرين الموضوع بس. في حته مهمه قوي يا حازم، انت يعني خبطتني كده وانت بتقولها الصراحه. انا وانا شخصيا دايما بقولها وبحبها وبحب اسمعها لما بنتكلم انه هي دنيا ومحدش بياخد كل حاجه. اه ف... فانت شايف حد مبسوط، بس انت مش شايف دايما بقول كده، انت مش شايف القطمه الناقصه من التفاحه، انت شايف التفاحه شكلها حلو اقول في لك حاجه، ايديه. انت عارف انا مؤخرا بتفرج على اللقاءات بتطلع لي على الفيسبوك وعلى بتاع، ولما بتفرج عليها كتير بيطلع لي اكتر بقى م. اللقاءات بتاعت عمر الشريف. م. عمر الشريف الراجل ده وصل لمكانه ان هو اترشح لاوسكار، دي حاجه عربيا قويه جدا. فكان في لقاء في مره ومثل في افلام عالميه كتير مش في هوليوود بس، في ايطاليا وفي فرنسا و في مره في لقاء قال المذيعه، قال لها تصدقي ان انا كل اللي انا حققته ده مش مبسوط منه. قال لها انا لو كنت قعدت في مصر وما سافرتش وبقيت ممثل في مصر وكملت في جوازتي الاولانيه وبقى عندي عيال كتير، وكنت زماني النهارده قاعد على السفره قدامي ولاد واحفاد، واقعد اتامر على ده اقول له هات لي كذا، واتامر على ده واقول له هات لي كذا، كنت هبقى اسعد بكتير من اللي انا وصلت له. قال لها انا مستفيد ايه النهارده لما واحد في اليابان يعرفني، اما واحد في ايطاليا يعرفني. سبحان الله. او انت تتفرج على مسيره عمر الشريف تقول واو راجل وصل للعالميه وبقى معروف في العالم، ولما تيجي النهارده في هوليوود تقول عمر الشريف تلاقيهم كلهم عارفينه، ده ليفل تاني. بينما هو صاحب الشأن نفسه كان نفسه في حاجه بسيطه جدا تكاد تكون عندك انت، بس هو ما عرفش يحققها. سبحان الله. هي رسمه كده، هتاخد كذا مش تاخد كذا، وكل واحد على حسب ما يريحه. في واحد قرر ان هو يوصل لمرحله معينه. انا اسف كده. لا لا لا، انا بس هموت واعرف ده منبه ايه عشان دي حته مهمه. بوست معلش. لا براحتك، راجل ملتزم، شايفين الالتزام، حاطط منبه للبوست. فكنت بقول لك القناه قعدت بقى حبه بمناسبه ان انت كنت المنبه رن والبوست وبتاع. ف... فما شاء الله انت ملتزم زي محمد صلاح في الكونتنت يعني. ان انا قعدت فتره بسبب شغلي بقى والتركيز في شغلي جدا وكده، مش تعرف انا مش ديديكيتد ليوتيوب يعني. انا فاهم. فقعدت فتره كبيره جدا مفيش كونتنت بينزل، فالقناه وقعت والموسم منهار وكل حاجه منهاره. بمناسبه ده الصراحه يعني شكر خاص لوظف يعني، لانهم جم في الموسم اللي فات ده اللي خلص وبيتذاع دلوقتي، ده اصعب موسم فات عليا. جم في ناس جامده جدا والقناه حالتها صعبه، وييجوا وظف بقى يعني ربنا يكرمهم، ويدخلوا يساهموا في حاجات كتيره جدا عشان الموسم يطلع يعني. عارف انت الناس اللي بتيجي تساعدك في وقت الازمات، مش أيوه. وانت يعني برضو دي في السوشيال ميديا صعبه جدا. مش وانت واقف على رجليك، مش وانت بتنزل حلقه بتجيب ارقام كبيره، ومش وانت فييجوا يساعدوك ويبقوا مؤمنين بالفكره اللي انت بتعملها، وان انت البراندنج بتاعك ماشي معانا فاحنا هنعمل حاجه معاك عشان كذا. دي كانت كبيره عندي، دي تقريبا اغلى سبونسرشيب، مش اغلى فلوس يعني، اغلى قيمه عندي سبونسرشيب حصلت في تاريخ القناه كلها، من كل الناس اللي شاركوا في القصه دي. حلو. نزل البوست عاش والله. انا سعيد وفخور بيك قوي والله يا حازم. احنا اخر حاجه كنا بنتكلم عنها ايه بقى فاكر؟ كنا بنتكلم عن التحديات بتاعه انشاء المحتوى والتحديات اللي بتواجهك، فانت اتكلمت عن حته الوزن. حابب نتكلم اكتر، انت اصلا بتعمل ايه دلوقتي عشان تظبط الحته دي؟ انا بص انا يعني انا مش غير ان انت ما بقابلك ما بناكلش يعني، دي حاجه مضايقاني جدا. بص انا مش بحب ان انا الجزئيه دي انقلها للناس، بس انا على طول بحاول يعني اللي هو اللي بيخش يكتب ان انت يعني اللي هو ان انا مستمتع بحاجة. لا انا على طول بحاول، وانا علشان بعيد في الوزن شويه يمكن لما بنزل احيانا ما بيبانش قوي، بس انا معظم الوقت ده اللي شايل تفكيري وده اللي انا I'm working on it. هو بس الناس فاهم لو يعني لو تستمتع بالمحتوى وتسيبها من الشخص، هو الشخص ده كبير وأضرب نفسه تمام يعني. انا عارف ان في ناس تبقى خايفة عليك وفي ناس كل حاجة، ولكن برضو ايه الموضوع احيانا لما يبقى
ضغط كبير بيبقى مؤرق جدا جدا. يعني. عارف مش هتبقوا انتوا مشكله عليا يعني، انا اوريدي عندي مشكله فاهم. ايوه. تقعد تفكروني بيها ما انا متنيل. لا بس انت حازم، دي حاجه يمكن الناس ما تعرفهاش، مش عارف هتسمح لي اقولها ولا لا، بس احنا تقريبا انا كل ما قابل حازم هو ما بيشرب ميه بس، ما يعني انت تقريبا بحاول، ما انا انا بحاول بقول انت بره بتجوعنا في الفيديوهات. بره التصوير وبره الشغل. الناس برضو فاهمه ان انا فاهم اللي هو ايه. بيجي عليا اوقات بيبقى ستريس ايتنج، بيبقى فاهم اللي هو ايه. انا من النوع اللي بيستسلم للنوع ده قوي للاسف يعني. بس لا، انا معظم الوقت بحاول اشتغل على ان انا يبقى في انقاص يعني. وده هدف عمري ما هستغنى عنه يعني. يعني اللي هو ايه، مش متعايش. انا مش ده. متعايش. الناس فاكره ان انا متعايش، انا غير متعايش بالمره خالص. ودي حته مهمه حازم على فكره للناس لا اللي يعني في ناس متعايشه خلاص، انا كده وحلو كده ولذيذ وبتاع، وانا مش هعرف ان انا اغير او مش. لا لا لا, لا خلاص، انا غير متعايش بمره، قلت ده اكتر من مره. خالص خالص. حاجه مش حلوه، عاده مش حلوه. قدام كمان، اللي هو قدام اقصد بقى في الزياده القويه للوزن. لا انت بتفقد اساسيات حياه. ف لا مش لطيف ومش لذيذ. والناس فاكره ان انا اللي هو ايه، اللي هو سيبك من الكونتنت، اهم حاجه صحتك. او الكونتنت مش مؤثر يعني، مش الكونتنت هو الحاجه اللي وصلتني لهنا. لا انا شره، انا كل حاجه بطلع همي فيها في الاكل. انا دي عاداتي ودي حالتي للاسف. انما الموضوع ملوش اي علاقه بالكونتنت ومش كونتنت خالص. انت عارف ان انا بحب يمكن انت ما دي معلومه انا يمكن اول مره اقولها، بس انا الاكل بالنسبه لي برضو حاجه صعبه جدا طبعا بالنسبه لي. بس في حاجه بقى الناس بتفتكر ان هي انت بتاكل وما بتتخنش. انا باكل بدخل المستشفى. دي معلومه عمري يمكن عارفها. لا يعني ممكن في ناس بتاكل ما بتتخنش بس انت من جوه في حاجات بتحصل. انا قعدت لسه من حبه كنت قاعد 10 ايام في المستشفى، محاليل وبتاع. يعني الموضوع بجد يعني. اوكي. فاتبسطت ان انت جات فرصه في الحلقه نقول ده للناس، انه خلي بالكم من الاكل وبتاع. ده شيء مهم طبعا يعني. طبعا. لا شيء مهم قوي. طيب انا عايز ارجع كده معاك ولبدايه المحتوى. ايه اول حاجه عملتها اكل في المحتوى؟ يعني ايه اول يوم؟ وانت كنت حكيت من شويه بتصور بالموبايل، فالدنيا كانت في الاول خالص ولا كان في لايتنج ولا كان في اي حاجه. احنا كنا بنصور، كنا نصحى بدري عشان اول ما تيجي الساعه 4 5 خلاص كده اليوم خلص. مفيش اضاءه. انا بصور على النور اللي جاي من الشباك. وكنت على فكره وقعدت فتره كبيره جدا يعني بقى عندي كاميرا وما جبتش اضاءه. اقول لهم هو انا بحب النور اللي جاي من الشباك احسن من الحاجات، احسن من النور ده بيخلي بس طبعا بعد كده فهمت ان لا ده مور ادفانسد يعني. ايوه وبعدين بيحافظ على ميه واحده في الفيديو يعني. ما ينفعش الفيديو مثلا يبدا بشكل وينتهي بشكل. خصوصا الفيديو شورت، فيديو شورت دقيقه. تخيل انت الدقيقه دي، انت على مر الدقيقه انت الالوان بتختلف والنور بيختلف وبتاع. انما لو بودكاست عادي ما انت ساعتين ومش تاخد بالك اصلا وبتاع وكده. لا بقى انت بودكاست خلاص، انت حاطط اضاءه معينه وقاعد ثابت تمام. انما في الفيديوهات القصيره انت هتلاحظ جدا ان حصل تغير في الاضاءه. بس لا، الاضاءه طبعا مهمه جدا جدا. اول ما بدات عملت، انا كنت بقى متخيل ان انا ممكن اعمل فيديوهين 3 4 في اليوم. لقيت الموضوع صعب جدا. لا مميت، صعب جدا. انا قلت ايه، انا فكرتها انا الاكله دي بعملها في قد ايه، في ساعه. طب حلو، معايا كام ساعه بقى. فلقيت ان لا، التصوير مختلف عن انا بطبخ الاكله في قد ايه. لان المره دي بتتصور، والمره دي لازم اسنك مثلا مع اللي بيصورني يعني داير تمام. طب يلا هنحط كذا. انما انا في العادي بعمل ايه، بحط كذا وكذا 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 طبخت خلاص. فاهم قصدي؟ فده اللي انا ما كنتش مدركه بقى وقتها. بس اول فيديو عملته كان باستا ريد صوص وايت صوص فروم سكراتش. عملت عجينه المكرونه وعملت كتف ضاني في نفس اليوم. بس الدنيا ضلمت علينا بقى وما كانش معايا فلوس اجيب كتف ضاني تاني. فكملنا الفيديو زي ما هو، كملناه في نور الشقه عادي. فتحنا النور بس. والله ده كان في الاول خالص. ايه التحديات التانية اللي كانت بتواجهك في الاول؟ ما انا بقول لك تحديات اصلا. فكره ان او الكلام ده يوصلك لفين، ده في حد ذاته كان تحدي.
ان انت عايز تثبت عايز اثبت اللي عندي في البيت طبعا الاول، طبعا. وعايز اثبت للناس اللي شايفاني ان انا بعمل حاجه بوهيميه وغريبه جدا. كان في ناس بقى بتتدخل اللي هم ايه قرايب من بعيد، ما اعرفش ايه هو، طب هو بقى يعني بيكسب من الكلام ده، يعني هو الكلام ده هيوصله لفين يعني؟ ايوه يعني هيبقى ايه؟ وطبعا لما سبت الشغل كانت قصه تانية بقى. لو ده ساب الشغل من اجل العبط بقى. ف الناس لو تدرك ان اهم حاجه في الحياه هي انك تستمتع، حاجات كتير قوي تتغير. ان انا ابقى مستمتع، بس مش مخلدين. احنا جايين قاعدين هنا حبه وخليين، فالحبه دول حاول قدر الامكان انت تستمتع بيهم. ليه؟ لان احنا اوريدي لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني انت اصلا مش نازل رايح سيتي ستارز، ده انت نازل علشان احنا اوريدي فاهم كان في اخطاء حصلت، فنزلنا هنا تحت في الدنيا لقينا زحمه ولقينا دنيا ولقينا نفسنا اصلا هنا واخد بالك. فاللي هو على الاقل استمتع بوقتك بقى يعني انا اخترت ان انا استمتع يعني. وبحمد ربنا ان انا تاني ما كانش عندي مسؤوليات. بس انا عمري يعني انا من الناس اللي بشوف ان مثلا ايه، هو انا مفيش زي باكيت ليست عمال اعمل صح وخلاص. يعني اللي هو ايه، انا اتخرجت فلازم اتجوز، لا هو انا مش لازم اتجوز. يعني لو انا الجواز ده انا غير مؤهل ليه ماديا، ليه اعيش حياه بشعه وادخل نفسي في دوامه، وادخل اللي معايا في دوامه، واعيشهم في كرب ان انا بعمل كل ده علشانكو، لمجرد ان انا ماشي ورا باكيت ليست وخلاص. انا عندي قناعه اللي يقدر يتجوز، انا ما يقدرش يتجوز ما يتجوزش. خلاص، هو احنا في مرحله دلوقتي ان انت الماديات بقت صعبه او الحياه بقت صعبه. انا كنت طول عمري بقول كده، انا عمري ما هاقبل على اي مشروع جواز غير لو انا قادر ماديا. لو انا مش قادر ماديا مش هجرب حتى. مش هجرب بقى ان انا اقسط واعمل وبتاع، ليه؟ انا هعيش حياه صعبه جدا. بس هقول لك حاجه الصراحه، انا هختلف معاك جدا. انا دي قناعتي. انا هختلف معاك وعجبتني النظريه ان انت شايفها بالشكل ده. بس انا بصراحه بالمناسبه يعني وانت بتخبط كده وبتقول انا بتقسط انا اتجوزت سالف وبتاع، طبعا كان في دعم كبير من اهلي مادي وكده، بس طبعا كان فعلا برضو الجواز تكاليف كبيره. بس هقول لك حاجه الصراحه، انا بقول الرزق بعد بيجيب الجواز. رزق والعيب بيجيب رزق. انا عندي قناعه، انا عندي قناعه تامه بده. انا بتكلم ان في حالات انت لا انت مفيش خالص، واخد بالك. وبيبقى فاهم يا عيني بيقطع في نفسه علشان علشان يتجوز وعلشان يعمل وبتاع. لا، انا كل بقوله انت ما تقبلش. يعني انا لحد يومنا هذا، انا لو انا شخص بقسط، انا كانت حياتي اختلفت 180 درجه. انا عمري ما اشتريت حاجه بالقسط لحد يومنا هذا. دي في حد ذاتها حاجه كويسه الصراحه، انا احبها. عمري ما اشتريت حاجه بالقسط ابدا. لكرهك للقسط صح؟ معايا هجيب، معيش انا لن انتظر علم الغيب. ليه؟ لان كمان في شغلانتنا دي ده دايما تسمع ممثلين يقول لك ايه، اضطريت اعمل الدور الفلاني كان على اقساط. واخد بالك. انا مش عايز اقع في فخ ده خالص، ومش عايز انام وانا حامل هم شيء. احب انام وانا هادي البال. دي اهم حاجه في الدنيا. وبقول لك انا لو انا شخص كان بيقسط كانت حياتي هتختلف، لان انا في حاجات كتيره قوي ربنا كرم فيها. كنت ممكن لو انا بقسط دلوقتي كان زماني ملك زماني. بس انا اخترت الطريق الاقصر. راضي على اللي انا عملته، راضي جدا. ولو رجع بيا الزمن مش هقسط تاني برضه، هشتري كاش في وقت بيبقى القسط ده اجباري. أيوة يعني اللي هو انت ما عندكش اوبشن غيره، واخد بالك. بس انا طول عمري انا شخص شورت تيرم جدا. بحب ان انا ابقى مرتاح على الشورت تيرم. حلو قوي. هدوء البال وهدوء الاعصاب والصحه النفسيه ده
اهم شيء في الحياه. اسالك سؤال شائك، اتفضل. ممكن تقول لي شيله في المونتاج. ماشي. بتاخد فلوس ساعات من مطاعم عشان تقول فيهم كلام حلو؟ اقسم بالله ابدا. لا. اقسم بالله لا لا لا. اصل هقول لك حاجه، والله العظيم 3 دي بينك وبين ربنا مم. صرف. في ناس هتقول لك يا عم ده عادي، ده اكل يعني. والله 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 مش هقول لك ان انا ما خيشتش قبل كده، خيشت بس عن غير عمد، ويتعدوا على صابع الايد الواحده. انك تقول حاجه في مطعم ان انا فعلا. اقول حاجه في مطعم والمطعم ده يخذلني، او المطعم ده يطلع مش قد المسؤوليه، او تجربه تتغير بعد حصل كده. حصل. بس والله ربنا يعلم، انا ياما سبت تصوير في نصه، في نصه، رغم ان المكان، يعني عايز اقول لك في مكان مره جربته من وراهم وطلع حلو، يوم التصوير رحت لقيته وحش، سبت التصوير ومشيت. مم. هي المشكله مش في ان انت بتعمل ايه بتتقاضى اجر ولا لا، بتتقاضى اجر بس ليه؟ عشان بتقدم للمطعم حاجه محترمه. مم. الفكره في ان انت الاجر اللي انت بتاخده ده بتاخده مقابل ايه؟ هنا بقى هنا تكمن المشكله. ان انا ربنا يعلم، ومش انا لوحدي، يعني في ناس كتير كده، وفي ناس مش كده خالص. في ناس هو بيتعامل، انا راجل بتاع ماركتنج، انا بيلبورد. بس ده مشهور يا حازم. ده اكتريته ده للاسف، مشهور. وده اللي مبوظ سمعه القصه. بس في ناس بقول لك بتتعامل على ان انا بيلبورد، شوف انت عايز تعلق عليا ايه وعلقه، اقول لك اللي انت عايزه وانا هقول لك اللي انت عايزه. مم. وفي حد لا، ده مره واثنين وثلاثه وعشرة. ليه؟ لان كمان خلي بالك الوضع اختلف. يعني انا بقول لك انا بدات من 2019. 2019 غير دلوقتي خالص. انت 2019 كنت ممكن عادي كده مطعم يكلمني هروح اصور له خلاص. النهارده بتحرى الدقه جدا. ليه؟ ان التجربه دي ممكن يكون رب اسره دافع فيها نص مرتبه على الاقل عشان يخرج ولاده. فلو راح وما اتبسطش، انا هشيل انا على عاتقي التجربه دي. انا للاسف ليا ذنب فيها. شوف لدرجه ايه، يعني انا بكلمك بقى يعني ديب قوي، حته انسانيه جدا. فانا لازم اكون متاكد ان هو هيتبسط، لدرجه ان احيانا في مكان والله اروح اجرب مكان الاقيه حلو وما اعملوش. طب ما هو حلو بس في احلى منه. يعني اللي هو انا والله بقيت بدور على الكمال جدا، يعني جدا. لدرجه ان اللي هو كل اللي حواليا انت مش عايز تشتغل، انت كده بجد مش عايز تشتغل. ترفض ديلز. اللي هو طب يعني انت كده بقى، انت فاهم، انت كده انت اللي بتزق رزقك برجليك. اقول لهم لا، انا عندي كرايتيريا معينه. ليه؟ ما هو في اصل في مليون مطعم بيقدم نفس الحاجه، تمام؟ فانا لو اخترت لك واحد عادي جدا فيهم، طب ما هو حلو على فكره، هو حلو بس هو عادي. لا، انا هدور على الافضل بس. حلو قوي. انت الحوار بتاع اليابان، انا عارف عمرو كده كده مهووس من هو صغير كرتون وبتاع، فكان نفسه يسافر اليابان. انت سافرت معاه سفرية خطيرة طبعا. فمش حابب تشاركنا كواليس السفريه دي؟ هقول لك حاجه، انا جزء كبير جدا من شغلي انا بستمتع بالسفر، لان انا عايز النهارده أنا يوم ما اجي اكلمك عن اكله، سواء هطبخها لك او هكلمك عن مطعم بيعملها، اكلمك عن بينه انا جربت الاكله دي في بلدها. علشان كده لو تلاحظ اختياراتي للدول اللي بسافرها دايما يكون لازم مطبخ الدوله دي ثري جدا، ان هو يكون متوفر جدا او بنجربه كتير هنا، فتعرف الناس تجرب نفس التجربه بالظبط. فاللي حصل ان اليابان بالنسبه لي سوشي والواجيو والحاجات دي، زائد ان انا كنت عايز ان انا اعمل سفريه هيت كده لطيفه. انا كنت سافرت لبنان مره، كانت سفريه هيت جامده قوي والناس استمتعت بيها جدا. جيت سافرت تاني لقيت الناس ما تفاعلتش. ليه؟ عشان دي تاني مره. فساعتها واحد صاحبي اقترح عليا، قال لي عايز تعمل لقطه سافر دوله ما تجيش على بال حد. والله قلت له اسافر ايه؟ قال لي ما تسافر اليابان، ده اليابان كانت قافله عشان الكورونا، بس هتفتح في نوفمبر او هتفتح في اكتوبر. مش عمرو شريف اللي اثر عليك يعني؟ ده هو عمرو طول عمره نفسه يروح اليابان، بس عادي يعني اللي هو نفسه. حاططها في انا الليست. اللي جيت كلمته قلت له بقول لك يا عمرو
انا شكلي هطلع اليابان، وبما اني هطلع البلد اللي انت طول عمرك بتحلم بيها دايس. فقال لي جدا. عايز اقول لك بقى انا كنت اللي ابتديت اكسل، لقيته هو بيقول لي لا خلاص عمرو كان واخد الموضوع بجديه جدا، مفيهاش رجعه، انا رايح. قلت له لا طالما رايح انا رايح، رجلي على رجلك خلاص يلا بينا. وقد كان سفريه عمري ما انساها في حياتي، سفريه جميله جدا 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 يعني. لا رهيبه، اليابان رهيبه كمان. انا يعني ما تخيلتش الصراحه. انا على فكره حبيت اليابان اكتر بسبب عمرو. هي يعني انت بجد متعه ان انت بتتفرج على حاجه انت ما شفتهاش عمرك ما تشوفها تاني. ثقافه مختلفه، ناس مختلفه، منظمين عادات قوي يا اخي، مختلفه. منظمين قوي، مش ممكن. بص رعب. انا دي من اكتر حاجات اللي انا يعني هم محطوط لهم سيستم اكتر ما هم اللي العباقره منظمين. يعني، فاهم اللي هو ايه. لا احيانا كتير يعني إيه، تحس ان احنا عندنا الفهلوه عندنا هي اللي معيشانا اكتر. يعني انا فاكر كان واقفين مثلا في اللوبي عايزين نعمل تشيك ان، فهو بيقول لك واحد على الموظف وواحد على المكنه بتاعت التشيك ان، مكنه تعمل عليها تشيك. حلو. فانا جيت اجرب، ما عرفتش اتعامل معاه. طب خلاص انا هقف وراه هنا. لا انت دورك جه على المكنه. طب حد يجي يساعدني؟ لا يا عم يهديك يرضيك. لا هم يعني صعبين، في حاجات صعبين فيها جدا. يبقى مثلا هو منتظر منك حاجه معينه، عارف انت اللي هو ايه، فك لي 20 جنيه دي. انت متخيل مثلا 20 دي هفكها لك 10 10، اديتك 10 50، تلاقيه بدا بقى فاهم اللي هو ايه، يهنج. لا انا مش عامل حسابي على كده، فاهم بس. لا واللي سمعت الاماكن هناك كمان، شفت انا حتى في الستوريز ضيقه قوي وبتاع. احنا كنا بنعاني والله. الموضوع صعب. المطاعم اصلا عارف عامله زي بارتيشنز كده، كنت بقعد انا وعمرو بينا وبين بعض لوح ازاز وعمالين عمالين نتكلم بعض بقى عموره معرفش ايه كده والله. عمرو كمان بيقول لي اسف، التويلت كان صعب جدا. طبعا صعب. بيقول لي الحيطه لمساني يميني وشمالي. ايه الهبل ده؟ بقول الموضوع له صعب فعلا أوي. محتاج ان الشخص يبقى عنده فخذ واحد عشان يعرف يقعد في الحمام ده. والله العظيم. لا الحمام صغير. انا كنت وبعدين ايه، الحنفيه بتاعه الدش هي الحنفيه بتاعه الحوض. اوكي. فانا كل يوم والله كنت كل يوم ارجع اقول له عمرو بقول لك انا هخش اغسل ايدي ووشي كده واجي اقعد معاك في الاوضه شويه وهستحمى بكره الصبح بقى، مش قادر استحمى دلوقتي. يقول لي ماشي. بعديها بشويه قوم باعت له فويس نوت بقول لك يا عمرو انا عملت الحنفيه الناحيه التانية وغرقت، انا هاخد دش واجي لك. استحمى اجباري. كنت كل مره اعملها بالعكس بالغلط ومستحمي ورايح. بس عشان اليابانيين ما يزعلوش مننا برضو. ايه الحاجات الحلوه اللي كانت في لا تربيه حاجات حلوه اليابان؟ كتير طبعا. ما بقول لك بقى كل حاجه على الشعره وكل حاجه. الستوريز رهيبه قوي. يكفي انك تتفرج على وهم بيعدوا الشارع. يعني انت ممكن تجيب كرسي كده وتقعد تتفرج عليهم بيعدوا الشارع، بس ده مزار سياحي. والله منظر رهيب. مفيش اول ما الاشاره تقف مفيش، يعني مفيش مثلا واحد خلاص واقف على اخر حته وبيعدي. لا اشاره فتحت كله بيعدي، اشاره قفلت. مش كده كانوا احنا اصلا سافرنا وقت كاس العالم، فكانت اللي اول يوم رحنا اليابان كسبت المانيا. اوكي. فزحمه موت بقى طبعا. ولا زحمه ولا حاجه، ده هو بيستنوا الاشاره تفتح ينزلوا يحتفلوا، الاشاره تقفل يرجعوا الرصيف تاني. الاشاره تفتح ينزلوا يحتفلوا الاشاره تقفل يرجعوا الرصيف تاني. بس عايز اقول لك انا ده لو عندها في مصر. ويومها انا بقول لهم يا جماعه ما تشوفوا لنا اليابان، ده اليابان بتلعب دلوقتي، شوفوا لنا اليابان عامله ايه مع المانيا. عايز اقول لك انا سمعت صوت جاي من بعيد جول. بس شارع انت هنا في الدور ال 14 كان زماننا سامعين الماتش ده انا لو شغال. ماتش بيتلعب تخيل انت مصر بتلعب المانيا في كاس العالم وكسبتها. يا نهار ابيض. ده ممكن يولعوا في العماره اللي احنا فيها. فلا لا لا هم وما بيتكلموش خالص، صفر بيتكلموش. تركب المترو عمرو بقى حيون يرزق يحكي لك القصه دي. كنت قاعد اغني في المترو بصوت عالي عشان الفت نظرهم، انا عايز حد يبص لي، يعني انا عايز حد اللي هو يعيرني اهتمامه او يحس ان انا بعمل حاجه خارج المألوف. مفيش، كله باصص في ورقته، كله باصص في ورقته وكله ساكت. مفيش حد بيتكلم مع اللي جنبه حتى، يعني ما شفتش حد مثلا اللي هو بيتكلم مع اللي جنبه يقول له مثلا كذا كذا. يا اخي ده بيئه تساعد على التركيز والتفكر لا هو اصلا ما فيش صوت، انت الشارع نفسه
انت ممكن تبقى شايف في الشارع مثلا مليون بني ادم بس فيش صوت. طب دي حاجه انت حبيتها ولا لا؟ ده صعبه يعني. انا ما بحبش ياه. الدوشه بس ما بحبش الصمت. ايه رايك في اللي احنا فيه اه ده؟ لا كارثه. احنا بنصور البودكاست على افراح النيل، يعني انا في يعني قدام عايز اقول لك النيل. من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها معجزه سبحان الله المدينه المنوره. انا كان تعليقي دايما ان انا لما يجي مثلا ميعاد الصلاه، انت شايف الناس، شايف كام واحد متجهين وداخلين المسجد، كل دول لو واحد فيهم همس بس هيعملوا دوشه غير طبيعيه. م. انت مش سامع غير صوت العصافير والبيس الغير طبيعي اللي في المكان ده. عشان كده أنا يعني من اجمل الاماكن، او انا بشوف ان ده الموست بيسفول سبوت اون ايرث، هي المدينه المنوره. طبعا. متعه غير عاديه وراحه نفسيه غير عاديه حقيقي يعني. هناك بقى اليابان صمت، بس انت ما كنتش مبسوط. بس لا صمت اللي هو ايه بدون روحانيات بقى فاهم. مم. بس جامد. طب انت سافرت فين تاني؟ سافرت فين تاني؟ سافرت هقول لك بالترتيب. قعدت في اليونان يوم بس يتحسب يعني. رحت ترانزيت ولا ايه؟ رحت برشلونة، رحت ايطاليا، رحت روما وفلورنس ونابولي، رحت رحت فين يا صاحبي؟ روما وفلورنس ونابولي بس انا عارف بيتزا نابولي، بس في انا ما ايطاليا. ما انا جامد. رحت نابولي دي، آه. ركبت القطر علشان اروح محل بيتزا اكل عنده وارجع تاني. بس بس والله. طعمها بقى غير البيتزا نابولي اللي بناكلها هنا، لا ها؟ والله في حاجات عندنا كويسه. لا على فكره الرحله دي بتخليك، يعني الرحلات دي بتخليك تشوف فعلا ان احنا عندنا ازمه في الخامات وليس في الايدي العامله. احب اطبخ يعني حلو. وفر للناس عندنا هنا خامات هتلاقي عبقرة. مم. بس في حاجات هي طالما الخامة مش موجودة مفيش. هي بتتزرع في ايطاليا. هي الحاجات هيجي ما عندهم أحسن خامات. طبعا. رحت فرنسا، رحت باريس، مم. ورحت طبعا بقى رحت قطر ورحت السعودية ورحت الإمارات ورحت اليابان مم. ورحت إنجلترا ورحت أمريكا. إيه تاني؟ رحت لبنان، رحت سويسرا. بس كده اللي في بالي. كل ده حازم، السفريات دي كلها كانت عشان شغف الاكل؟ طبعا. مش عشان حاجه تاني؟ في المقام الاول طبعا. جامد. مم. جامد جدا. انت حلمك توصل ايه بقى باللي انت بتعمله يا حازم؟ انا عارف سؤال يبدو عميق، بس بص، من اكتر الحاجات الممتعه في الرحله ان انا احلامي مقننه جدا. مم. يعني انا لما بدات انا لا كان عندي طموح ان اوصل حتى 100,000. أنا كنت بقول لهم انا نفسي بس اوصل رقم كده يبقى مثلا 30,000، حلو قوي كده، واقعد بقى اعيش عليه. الطموح الزايد قوي بيعطل وبيحبط. اللي هو انا لو انا كنت اول ما بدات انستجرام كان حلمي ان اوصل لمليون زي النهارده، كنتش هوصل لها. هي المتعه في انك تاخد حتت صغيره حتت صغيره. ساعتها لما تيجي بقى ربنا يكرمك وتبص على اللي في ايدك ده، انا ما كنتش مخطط لده، اللهم لك الحمد. انما لما يعني انا بشوف دي حاجه غلط جدا ان الانسان يرمي طموح في حاجات كمان مش في ايده. يعني اللي هو ايه يا عم، هي الاحلام ببلاش يا عم. احلم انا نفسي ابقى سي او. ايوه انت ايه المقومات اللي معاك؟ بس ممكن مثلا معهوش لغه اصلا. مم. بالظبط. فهي الفكره إيه، طول ما انت بتحلم على قدك وطول ما انت بتحلم بخطوات صغيره صغيره. يعني انا من اكتر الاسئله اللي شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ لا لا لا، ده انا ماشيها بشكل مختلف خالص. انا ماشيها بلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. انا دي ديس فريز بالنسبه لي انا عايش بيها. انا ما اعرفش، ما عنديش فكره. انا بعمل وبجتهد وعندي رؤيه
للخمس 6 ايام الجايين دي بس. رؤية رهيبة. بس انا ما اعرفش مم. انا فين. يعني انا النهارده قعدت اخطط وقعدت اقول انا مثلا هشتري بيت يكون في الشيخ زايد علشان يبقى قريب من بيت ابويا وامي علشان لما اجي ازورهم وبتاع، واخطط واعمل وبتاع. جه ابويا في غمضه عين راح توفى. كل الخطط اللي انت عملتها دي اترمت في الزباله. بقيت بقى مش عارف تروح فين ولا تيجي منين ولا. فبقيت اللي هو ايه يعني، كمان بعد الموضوع ده بقيت بتخطط شورت ترم قوي. انا شخصيا استمتع بده جدا. مم. وانت خططك كلها منصبه على 5 6 ايام الجايين بس. ما ترميش بقى، بالعكس ده بيخليك عامه كمان متجدد. يعني اللي هو ايه، خلصنا 5 6 ايام الجايين، طب ما تيجي نعلي على 5 6 ايام اللي فاتوا. انما لما انا ابقى حاطط قدامي انا هدفي اني سنه 2029 اكون بتاع، لو انا ما عملتش كده في 2029 هحبط جدا. انا ممكن لو انا بفكر كل 5 6 ايام زي ما قلت لك كده، حاجه على 2029 الاقي نفسي عديت ده بكتير قوي قوي، وبفضل الله طبعا يعني. حلو قوي. تصدق والله حازم، عايز اقول لك حاجة. انت مش متخيل البودكاست ده اسعدني انا قد ايه. والله العظيم اتبسطت بقعدتنا. احنا لما بنقعد ما بيبقاش فيه فرصة ان احنا نقعد نتكلم بعمق كده. فانت جميل يا اخي والله العظيم. يعني لا، فكره خطيره فعلا. احنا بنقعد هحكي لك حاجه جت كوميديه وانت بتحكي عن التخطيط، وانا بقى طبعا راجل بتاع بيزنس وبقعد اقول خطط وبتاع. وطبعا احنا بتعمل خطط لشركات 2 و3 قدام. ده الطبيعي في البيزنس يعني. البيزنس يمكن مختلف عن الاشخاص، بس كمان الاشخاص في رحلاتهم المهنيه بيعملوا خطط 1 و2 و3. هضحكك على الخطه بتاعتي انا السنه اللي فاتت. كنت عامل خطه زي كل سنه بنحط حاجات، في حاجات بتقع وحاجات بتتحقق وبننقل حاجات للسنه اللي بعدها. ففي اول كوارتر في اول السنه تعبت. جيت من سفريه كنت في الكويت، رجعت دخلت المستشفى حبه حلوين بقى، فاهم؟ قاعد بقى مفيش بقى خطط ايه، انت قاعد مستني المحلول اللي بعده وبتاع. فعلا الحياه وقفت بقى اللي هو. فكان يعني انا كنت بضحك اللي هو انت فعلا في ثانيه. فملهمه فكره الخطه بتاعت 6 ايام على المستوى الشخصي دي، لذيذه قوي جدا. لا لذيذه وجديده يعني. ما انا بقول لك، خصوصا بالنسبه لي مثلا في الكونتنت، انت النهارده كل يوم فيه جديد، واخد بالك؟ عارف انت مثلا انا ممكن احوش كونتنت يكفيني مثلا 6 شهور قدام. في ال6 شهور دول الماركت نفسه هيختلف. هتلاقي مثلا انت النهارده عشان تنجح انت مثلا بتختار اكله دي ترند الناس تتكلم عنها، فتقوم عامل الوصفه بتاعتها، ده ينجحك جدا. مثلا هتلاقي نفسك لا انت عمال تعمل اكلات قديمه وحاجات قديمه، بينما الماركت بيتجه اتجاه تاني خالص. فانا على طول تركيزي منصب على ان انا بجدد بصفه يوميه. ده هيتعمل ازاي لما انت يبقى تفكيرك كله شورت تيرم. اما بالنسبه للاحلام، انا ليه انا علشان انا الاحباط عندي بيبقى شديد. يعني انا ما بحبش احبط، ما بحبش احمل نفسي فوق طاقتها. بالعكس ده انت شاطر وجميل وربنا يبارك لك، ولو عندي اخت اجوزها لك واخد بالك، هو حلو قوي كده. فمش عايز احمل نفسي فوق طاقتها، لان الظروف والمشاكل والعقبات والتحديات اكبر مما الانسان ممكن يتخيل. انت النهارده انا راسم رسمه كده ومخطط لها وعامل ومسوي وبتاع، وجاء يعني مثلا اديك اهو قلت الشركه بتخطط مش عارف كام سنه، جيل كوفيد كورونا، هنغير الخطط دي كلها اتغيرت. مثلا على مستوى الشغل مثلا، انا واحد من الناس اللي استفادت من الكورونا جدا. انا اكتر فتره زدت فيها كانت الفتره بتاعت الكورونا. ليه؟ الناس قاعده في البيت بتعملش حاجه، بتعمل كيك وبتعمل بتاع. فانا السورس اوف انترتينمنت بتاعهم. يا نهار ابيض، يلا نعمل كيك ويلا نعمل ستريبس ويلا نبص نخرب العالم الدنيا. بينتهي. بالظبط والله سبحان الله. ف بينما مثلا شركات كانت مثلا زي الحاجات اللي بتاعت 5 خمسات والحاجات دي اللي كانت انتهت تماما،
ورجعت وقت الكورونا اشتغلت. لا ده الكورونا كان في قصص. انا في بيزنس حد يعني ربنا يكرمه يعني كان عمل استثمار كبير قوي في معمل تحاليل، مجموعه معمل تحاليل، كان نفسه يعمل معمل تحاليل وعمله وفضل ينحت فيه. ودي الحته اللي كنت بتحكي عنها من دقايق، العمليه الرزقيه فعلا مش بتاعتنا. يعني في ناس ممكن تبقى بتاخد حاجات فعلا، هو احنا كلنا اللي احنا فيه ده، انا بقول انا ما استحقش حاجات كتير من اللي احنا فيه، ده كرم من ربنا اللي احنا فيه يعني. طبعا. فالراجل ده معمل تحاليل وفضل المعمل ده يخسر لغايه ما باعه. جه واحد كده قال له اشتري، خلص اشتراه من هنا، الكورونا جت. فمعمل التحاليل طبعا السما من البيزنسز اللي راحت في السما يعني. فما بين يوم وليله سبحان الله، ده سبحان كان رزقه الله. هنا وده كان رزقه في حته تانية. صح. جامد قوي. طب انا مش عارف، احنا يعني لو ما اتكلمناش، احنا اتكلمنا عن والدك كتير. فطبعا بقى لازم اقول لك مين اكتر حد دعمك في حياتك، فتقول لي بقى ماما عشان ما تزعلش يعني. برضه انت اتكلمت عن بابا وهو وهي لا لا. ماما، بص هقولك حاجه. ماما دي قصه تانية خالص، حتى مع وجود بابا الله يرحمه. ماما دي الدعم الغير مشروط. يعني بابا كان محتاج ان انت تشوهم بعض الادله والبراهين ان في بوتنشال في شيء معين. ماما مش لازم توري اي حاجه، انا معاك، واخد بالك. وربنا يخليها يديها الصحه، الناس يعني عارفينها وبقى ليها فانز وبتاع. ايوه طبعا، بالذات بعد فيديو المليون ما شاء الله. بجد هي ماما شخص عادته حلوه ان شاء الله. يعني النهارده ما يعني انا كانوا اللي هو لما شافونا بنسافر مع بعض وبتاع، اللي هو بقى انا تاخد مامتك معاكم. قلت لهم يا جماعه يعني ناهيكوا عن الجانب الانساني في القصه، بس ماما بجد شخص مسلي ولذيذ جدا، حتى على مستوى الكومباني. ان هو تبقى معايا في السفريه شيء ممتع جدا ان شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا دايما نعم يا رب. امين يا رب. هي شخص تستمتع معاه في الخروج، وتستمتع معاه في القعده، وتستمتع معاه في كل حاجه. فلا دي اللي انا عايش عشانها من الاخر يعني. سيبك بقى من اي حاجه، انا عايش عشان الست. انا النهارده هدفي كله ان انا وهي نبقى مبسوطين. ربنا يسعدكم. بس الحمد لله. ربنا يحفظكم. انا سعدت الفيديو بتاع المليون ما شاء الله، كان رهيب. الحمد لله. يعني من احلى الفيديوز. انا شفت كمان الكواليس بتاعته كانت مبهرة الصراحة. لا الحمد لله الحمد لله مبهرة والله. بس انت دفعت رقم كبير. بس والله الشباب كتر الف خيرهم يعني. عايز اقول لك هم كانوا بيحبوني جدا. وعايز اقول لك ان على قد الدفع على قد ما كان تقريبا قد الضعف معمول فيه واجب. يعني ما حدش خد حاجه لنفسه تقريبا يعني، كله في لا هو الفيديو كان في المصاريف اللي اتصرفت في الفيديو نفسه يعني. بس وبعدين سفر وبتاع، صورناه في الساحل وكده، فتابوا معايا جامد يعني. او اللقطه بتاعت الاي اي برضه لما حطوا طب موال كانت رهيبه. موال بس انا كنت مهتم يعني انت مش متخيل. بس هو حضر، هو الله يرحمه مات وانا 700 يعني. هو ما حضرش 750,000، مات وانا 720,000 تقريبا. بس حضر لحد يعني اخر حاجه. انا اصلا ما نزلتش 750، مش حاسه رقم قوي يعني. بس اخر حاجه كانت 500,000. فهو كان موجود. انا عملت لل 50,000 و 100,000 ولل 250,000 وال 500,000. فاهم رقم كان المليون. انا كنت هتجنن، عايزه يكون موجود بقى يعني، نطلعه باي شكل من الاشكال. الشوت صعب ليه؟ لانك انت الاي اي يا اما تخلق عالم اي اي، فده هيبقى سهل ان انت تحط فيه الاشخاص وكده. انما لما يبقى عالم حقيقي وتدخل فيه شخص اي اي، ده انا عرفت ان هو مش بالسهوله خالص يعني. ان انت تزرع شخص اي اي في شوت حقيقي. بس الحمد لله طلع ظريف يعني. الحمد لله جدا جدا الحمد لله. انا فرحت جدا جدا الصراحه والف مليون مبروك على المليون عقبال ال 100 مليون يا رب. وبصراحه حازم يعني بسطتنا وشرفتنا ونورتنا. حلقه بنخطط لها بقى لها كتير ومره الاسانسير يعطل ومره حاجات كتير. انا عايز اضحك الناس لما كلمتك حازم بكلمه اول مره بقول له كان حصل كذا حاجه اجلنا الحلقه، وبعدين في مره الاسانسير عطل بقول له حازم الاسانسير عطلان.
فسكت كده وبعدين بقول له انا في الدور 14. قال لا خلاص خلاص اقفل مفيش حاجه أيوة. بقى. حبيب في الجنه ونعيمها ان شاء الله. ده انا عمري بطلع له الدور الرابع بالظالمين يا راجل. ايوه والله عمرو فعلا ربنا يعينه برضه أنا سلم دايما اقول وبتاع. له بقول له هو ربنا ادى، يعني في ناس اداها حاجات وناس ما اداهاش حاجات. انت ربنا ما قدرلكش الاسانسير. ايوه بيته وبيت والده وبيت جده، كل البيوت اللي انا عرفت عمرو شريف فيها عمرنا ما ركبنا اسانسير مع بعض، انا وعمرو عمرنا ما ركبنا اسانسير مع بعض. سافرنا اليابان يعني بس. شوف عملنا بلاوي، بس موضوع الاسانسير ده مش مكتوب له، غير موفقين. مش مقدر له. رزق يا اخي. والله. شوف البني ادم حتى رزقه ما يبقاش عنده اسانسير أيوة. فتمام. يعني بمناسبة احنا جبنا سيرة عمرو، فهو جده تعبان جدا الايام دي. انا بجده من الناس انا بحبها طبعا جدا جدا، بموت فيه. واسرته كلها يعني ربنا يحفظهم. ناس فادعوا جميلة، لجده ناس جميلة. جدا طبعا. وبالشفاء، وادعوا الوالد حازم بالرحمه. وشكرا جدا لكل الناس اللي اتفرجت علينا على يوتيوب وسمعتنا على برامج البودكاست. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القنوات. وبالمناسبة حازم يوتيوب مؤخرا، بس هو الاول انستجرام وفيسبوك وحاجات تانية كتير. اشوفكم على خير. ان شاء الله. سلام. سلام.